انظروا إلى هذا الكيان الذي تظاهر بالبشرية، يخضع لاختبار قوة ويرفع وزنه يبلغ 400 رطل بإيد واحدة وبكل برود. العالم لا يدرك أنه يستخدم 1% فقط من طاقته المرموعة. الفتاة المشرفة على الاختبار تقف مصدومة، عقلها يعجز عن الاستيعاب. لقدرات آلاف المستيقظين يحاولون رفعه بصعوبة بالغة. أن يفعلها شخص بهذه السهولة المخيفة هذا كسر لقواعد الطبيعة. لكن بالنسبة للمدعو ليم هذا لا شيء، يأخذ نتيجته ويغادر ببساطة لتناول غداء هادئ غير مبال بالصدمة اللي خلفها وراءه. لكن هل سيتركه العالم وشأنه؟ بالطبع لا. بمجرد كشف نتائج وإصابة قادت النقابات الكبرى بالجنون المطلق. الجميع يتسابقون بشكل محموم للعثور على هذا الوحش المخفي أولا. توافد واحد تلو الآخر يقدمون عروضا خيالية وجبالا من الأموال لضم هذا الكائن المدمر إلى صفوفهم. لكن لم يتجاهلهم جميعا وكأنهم مجرد حشرات مزعجة. إنه ينتظر فتاة واحدة محددة، فتاة ستقدم له العرض الأكثر قيمة على الإطلاق. كيف يعرف هذا حسنا؟ لأنه عائد بالزمن لتلاعب بالقدر. بعد عقدين من إبادة وحوش الأبعاد وحماية البشرية كان ليم دقيقة مستعدة للتقاعد والعيش بسلام في الظل كإنسان عادي. لكن في الصباح التالي لحفل تقاعده يستيقظ ليجد هذا الكيان نفسه قد عاد بالزمن قبل أن يوقظ قواته الكارثية. حتى عندما فتح عينيه لم يكن في منزله الفاخر الذي اعتاد عليه، بل وجد نفسه في غرفة سكن طلابي صغيرة عاش فيها 20 عاما. تقط هاتفه بفزع وتجمد مكانه بصدمة عندما رأى التاريخ السخيف على الشاشة. كل عام هو 2018. رمى الهاتف نحو الجدار بإحباط شديد الصرخ. هذا بالتأكيد مجرد مزحة سيئة، عقله يعجز عن الفهم. فبالأمس فقط بدأ حياته المريحة والهادئة يستحقها، والآن هو عالق في الماضي قبل الإصابة اللعين اللي دمرت ركبته تماما. قبل الوحوش وقبل أن يصبح بطلا يصرخ بإحباط متسائل عما حدث. لكن دعونا نراقب جيدا، فهناك شيء غريب قد لفت انتباه هذا الوحش. على معصمة تظهر تلك الساعة النادرة التي أعطاها له صديقة جونغ تشول كهدية. تذكر لما فجأة كلمات صديقة بأن الساعة قد تكون أثرا لسحر قارة بيرون الأسطورية. هل هذا الشيء الغامض هو سبب تلاعب النظام بالزمن؟ يتساءل بصمت ويتذكر كيف كان يتأمل حديث الساعة الغريبة قبل نومه الليلة الماضية. ربما كانت هي المفتاح لعودته. وفجأة طرقات عنيفة ومزعجة تهز باب غرفته بعنف. صوت عدواني يصرخ من الخارج يشتكي من الضوضاء إنه ببساطة ابن مالك السكن المزعج والمغرور الذي لا يعرف من يواجه. هذا الأحمق معروف بحفلات الصاخبة كل ليلة ويتصرف دائما وكأنه يملك المكان بأكمله. بتبجح حتى إنه يطالب لين بالمال. يفتح الباب فيسأل هذا المغفل بانزعاج عن سبب تأخره جهلا بالموت أمامه. يبتسم لين بهدوء مرعب وهو يقيمي. المتنمر يرتدي سترة باهظة من جلد الوحوش. يشتكي بقاحة من الضجيج مدعي إنه يدمر صحته النفسية الهشة. ثم يتظاهر بالكرم ويعرض نسيان الأمر مقابل المال وتلك الساعة النادرة. لكن هل تتوقعون هذا الكائن المخيف سيسمح بحدوث ذلك؟ مستحيل. يضرب يد المتنمر بعيدا ثم يوجه له صفعة قاضية وحادة في وجهه لتفجر الدماء من النفاق. يمسك برأسه ويسحقه بركبرته. تتوالى ذكريات التنمر القديمة في عقله. هذا مجرد انتقام بسيط ولكنه غير كاف أبدا. يتركه لايم بخيبة أمل ويلحن وقت الرحيل. في عام 2018 يتذكر هذا الوحش حدثا حاسما. حادث في موقع بناء دمر ركبته وسبب له ألما مدى الحياة. لكن انظروا إليه الآن، ركبته سليمة تماما وجاهزة لتسحق أي شيء. هذه الفرصة تعني كل شيء لكيان مثله. لقد حان وقت الجد بعد سيطرته على المنهج 20 عاما. التأقلم مع هذا الجسد مجرد لعبة. ومع ذلك عضلات الحلية ضعيفة ولم يأكل جيدا. الجوع يضربه بقوة لا ترحم. ينظر حوله كل شيء أيدي البني آيس وليس السبب بالتحديد. لم يلاحظ أحد انفتاح بوابة منخفضة المستوى بالقرب منهم. تخرج الوحوش منها تفاجئ الجميع وتتسبب في مذبحة دموية مروعة. فجأة تفتح بوابة أمامه مباشرة. صرخ الناس ويركضون بذعر. وحش مرغط يشبه الكلب الملعون يندفع بقوة من البوابة. أنياب حادة جاهزة للتمزيق. وسط الفوضى ذئاب تحيط بفتاة صغيرة تصرخ بحثا عن ودها. يندفع ليم كالبرق يسحبها ويحميها بجسده. يأمرها بالهرب فورا بينما يواجه هو هذه الذئاب المثيرة للشفقة. يطلق المطرقة قريبة ويقاتل. ضربته الأولى فقط جعلت الذئب يصرخ بألم مروع. هدم ذئب آخر من السرعة بضربة سفلية الفك الوحش تطيح به للخلف. قتال وحشي ومخيف. ضربة أخرى تقضي ذئبا لأمتار بعيدة. لكن الجوع يعود ليعيق هذا الوحش وبسخرية مرعبة يهمس بأن هذه الذئاب تبدو لذيذة. تتذكر طعم لحمها من حياتي السابقة. الذئاب تتراجع تشعر برعب حقيقي من هذا الكيان. رغم ضعف جسد الشاب إلا أن ركبته السليمة تمنحه سرعة مرعبة. يتفادى هجومه ويجري ركلة علوية مدمرة. لكن القطيع يواصل التقدم بانتحار. يدرك ليم أن مطرقة واحدة لن تكفي لإبادتهم، فاستخدم ساعة كمفاصل نحاسيسي ويسدد الكمة ساحقة لذئب. الساعة لم تخدش حتى. وهنا يدرك أخيرا مدى صلابة هذه الأداة المرعبة حقا. كلها من فوضى تبكت 10 ذئاب. لكن الشرطة تصل بالوقت المناسب وتسيطر على الوضع. وليم يشعر أخيرا ببعض الارتياح. رغم قوته المدمرة انزعج هذا الكيان المرعب فقط لأن سيسترته تمزقت في القتال. اقترب منه رجل مذهول يشكر على إنقاذ الفتاة وبقية الضحايا.
سأل الرجل عن اسم ليم وعمله ليرسل مكافأة. أجاب ليم ببرود أنه بلا عمل ولم يسجل حتى كبطل خارق في النظام بعد. لقد استيقظت قواه المرعبة منذ ساعات قليلة فقط. أخذ الرجل رقم هاتفه بدلا من ذلك واشككه بشدة. غادر ليم بسرعة قائلا إن لديه أشياء أخرى ليفعلها. ناداه الرجل راغبا في إجراء مقابلة، لكن هذا الكائن المجهول اختفى تماما. بدأ الجميع يتهمسون بصدمة عن كان مستيقظ جديد شاب يمتلك قوة كارثية. لحن وجد لين مكانا لياكل وطلب حسائل اللحم من حلمزاق سعادة غامرة. وبينما ياكل هذا الوحش بهدوء رنهت انتشرت اخبار معركته بسرعه خياليه. في عام 2018 مرت عامان على فتح البوابه الاولى. اصبح الخارقون يحلون محل الشرطه والجيش. تصعد النقابات للسلطه والجميع يلهث لتوظيف اغوى المقاتلين في العالم. يدرك ليم ما سيحدث ويعلم أيضا أن العديد من الخارقين سيتحول مستقبلا إلى مجرمين أشرار. لم توضع خطط للتعامل مع الوحوش بعد، والأسوأ أن الكوارث الست الكبرى بدأت بالفعل في الظهور. بكل معرفة المربى بالمستقبل اتخذ ليم قرارا حاسم المرة. سيستخدم كل قوته وما يعرفه ليتقاعد خلال 3 سنوات فقط. لكنه ليس أي تقاعد، بل تقاعد سلمي وآمن. لن تضيع الفرصة الثانية. يجلس ليم ويستمتع بوقته بهدوء تام. مع استمرار تدفق الرسائل بدا مستمتع بالنغمة رغم كل هذه الإزعاجات المستمرة. فجأة اقترب منه رجل وسأله إن كان هو ليم دين. أكد ليم ذلك فقدم الرجل نفسه باسم كيم جيلسون، مدير نقابة العائلة الحاكمة التي تبحث عن غوة. شاهد كيم مقطع فيديو ليم وهو يسحق الوحوش وكان منبهر بقوته. أراد هذا المدير مقابلته فورا ليقدم عرضا مغري طالما أن هذا الكائن ليم لم يوقع عقدا بعد. وبينما كان كيم على وشك التحدث دخلت امرأة فجأة إلى الغرفة. سألته ما إذا كان ليم هو نفس الشخص المرعب في فيديو قتال الوحوش. الآن بعد أن رأت هذا الكائن الغامض شخصية وجدته أكثر جاذبية وهيبة. ومباشرة بعد وصولها وصل شخص آخر من نقابة المحاربين أيضا. ذكروا أن الاهتمام بهذا الوحش ليم لا نهاية له، واستمر المزيد من الناس في التوافد إلى حيث يجلس. حاولوا جميعا تجنيد هذه القوى المدمرة لنقاباتهم، وكاد الأمر يتحول إلى شجار عنيف. طلب ليم من الجميع أن يصمتوا، حذرهم أنه إذا نطقوا كلمة واحدة أخرى فلن ينضم لحد مهما عرضه من أموال تافهة. سأل ليم إن كان يجب أن يتحدثوا في مكان آخر، ثم تم نقلهم جميعا إلى موقع آخر. صرح ليم بهدوء مرعب بأنه لن يضيع الكثير من وقتهم، وسأل عن نوع المزايا الخاصة التي يقدمونها لتوقيع عقد معه. رد كيم متوترة بأن العقد يحتوي على بنود سرية لا يمكن الكشف عنها الآن. وسأل أيضا عن سبب عدم تخصيص ليم وقتا للاستماع لكل عرض على حد. بينما يأكل الكعك بلامبالاس سأل ليم إن كان كم من نقابة العائلة الحاكمة. أجاب بفخم النقابة تملك عاما ونصف من التقاليد العريقة. اتمنى ليم له رحلة عودة آمنة، مشيرا إلى أنه لا يود التوقيع معهم أبدا. تساءل باحتقار عن سبب انضمامه لنقابة بهذه الإدارة الفاشلة، وتبأ أن النقابة ستندمج قريبا جدا مع أخرى. تساءل لين بهدوء عن مدة انتظاره للعرض التالي. فجأة صرخ طفل خلفي كان بأن نقابتهم اليائسة تعرض على ليم مليار ون كبداية. رفع المديرون الآخرون عروضهم في محاولة يأس للتفوق على بعضهم. شرب ليم شهية بهدوء وفكر في المبلغ الذي ستعرضه نقابة كلاب الصيد السوداء. لقد تذكر هذا الكيان وقتها السابق معهم قبل أن يعود بالزمن. عرض شخص ملياري وون مع أعلى راتب ومزايا ومهام تنقب. إنها المرأة مجددا مديرة نقابة البيت الأبيض التي تسعى خلف قوته. نقابة البيت الأبيض تأسست حديثا لكن في غضون 3 سنوات فقط. تصبح ضمن أفضل 3 نقابات في كوريا. خمن ليم إن هذا سبب هجومهم الشرس، فطلب من الجميع باستثناء الأنسبيك المغادرة فورا. إخبرهم بهدوء إنهم ترك بطاقات عملهم تحسبا لأي طارئ. الآن هو بمفردته مع بيك أوضحت أنها في طريقها لإلقاء. شاهدت فيديو قتال من ضد الوحوش عدة مرات بذهول. أشادت بمهارته الكارثية وأشارت إلى أنه بالأمس فقط كان مجرد شخص عادي. تفاجأ لين بطريقتها الأنيقة في إظهار أنها قامت ببحث شامل جدا عن هذا الخطأ النظامي. تعتقد بيك أن ليم إما عبقري مطلق أو يمتلك خصائص نار تمنحه أفضلية ساحقة في أي معركة. وذكرت أن نقابتها ترغب بشدة في دعم نمو هذه القوة المدمرة. قرأ ليم العقد وفكر كيف أنه في حياته السابقة لم يكن لتخيل تلقى عرض كهذا. ثم سأل بس هدوء عما إذا كان بإمكانه إضافة بعض الشروط. راقبته بيك عن كثب بينما يكتب ليم في العقد، وفاجأت ساعة عيناها من الصدمة صدمة. صرخ بأن ليم يمزح بالتأكيد، لكن هذا الكائن أصر ببرود التام على قديته. شملت شروطه الغريبة 4 أيام عمل فقط أسبوعيا ونهاية ثابتة للدوام وحق رفض أي مهام طويلة الأمد. غضت بيك ظن منها أنها مزحة سخيفة، لكن ليم ظل حازما كجبل مؤكدة أنها شروطه. توقفت بيك ثم سألت من أين يستمد كل هذه الثقة. طمأنها ليم ببرود أنهم لن يندموا أبدا على توقيعه. وقفت بيك وقالت إن ستراجع الشروط وتعود بعد أيام قليلة. كما سألته عما إذا كان هذا الوحش يفضل المشروبات الغازية بدلا من القهوة في المرة القادمة. لم يرد ليم، فقد أدرك الكيان أن إظهار أي مشاعر بشرية الآن لن يفيده أبدا. بيج لا تعلم ولدها زعيم النقابة، لكن لن دع ذلك جانب. لم
تسجيل خارق للطبيعة ويصل إلى مركز إدارة الكوارث الكوري. هذا الكيان الغامض يبدأ تحركه، يتجه لين بكل هدوء إلى خدمة دعم الخارقين ويعلن ببساطة رغبته في التسجيل. الموظفة تشرح بارتباك المسؤول غائب إنها جديدة ولا تدرك أبدا أن من يقف أمامها ليس بشرى عاديا بل قوة دمار شامل تسير على قدمين. يذكر لهم إنه في عجلة من أمره يطلب حل سريع. توافق الفتاة المسكينة على محاولة الاتصال بمديرها غير مدركة لحجم الكارثة. كليم واثق من إنجاز الأمر بسرعة. تتصل الفتاة بمديره وتبلغه عن شاب يريد التسجيل. يا لها من سخرية، العالم لا يعرف ما ينتظره. تسأله عن مهاراته يجيب بأنه يعمد على القوة البدنية فقط. كذبة بسيطة خفي وحشة كاسرة. كذبة مطلقة بالطبع. لا أحد يؤمن بالسحر الآن، لذا يعلم ليم أن هذا العالم القصري لن يكتشف حقيقته المربى إلا إذا أظهرها بنفسه. لكنه قرر إخفاء هذا الدمار في هذه الحياة. تعلن الفتاة بجهل أنهم سيبدأون باختبار القوة. يدخلان غرفة بها إثقال تطلب منه رفحة. هنا تظهر اللمحة المربى، يمسكها ويرفعها فوق رأسه دون قطر عرق. مشهد يتحدى المنطق تماما. الفتاة مصدومة ثقل 100 كيلوغرام. تعتذر فورا وتعترف بأنه خارج، وهي لا تعلم أنها رأت جزءا بسيط جدا من قوته. تسلم شهادة مؤقتة وتخبره أنهم سيتواصلون معه بمجرد جاهزية الشهادة الرسمية. هذا الكائن المدمر يحصل على تصريح رسمي، يشكرها ليم ويتمنى لها يوما سعيدا. فجأة يظهر رئيس مركز دعم الخارقين جو سانغ في المشهد. كليم ينزعج بشدة ويريد جنبه. التدخل مع هذا الرجل لم يجلب سوى المتاعب في الماضي. يقرر ليم ألا يعود إلى هنا أبدا. يسأل جو إن كان هذا خارقا جديدا فتؤكد الفتاة ذلك وتتوضح أنه الشاب الذي ذكرته للتو. يدرك جو هويته ويصفه بالمستعر الأعظم. وصف دقيق لكيان كارثي. ينتقل المشهد بعد ذلك لمنطقة مكافحة التلوث، مكان مهجور بسبب الوحوش. لكننا نعلم جميعا أن الشيء شنقلب رأسا على عقب بمجرد فتح البوابة الأبعاد. غاية ذلك الخيل السحر والسيوف استفتح بوابة نحو الأرض خلال عام واحد فقط. في كوريا استفتح بوابة واحدة هنا بالضبط. لم يبدو سعيدا ويخطط لشراء هذا المنان المهجور بمجرد استلام مكافأة عقده. يعتقد ان هذا سيجعله فاحش الثراء. بعدها يخطط لترتيب اموره والذهاب لاصطياد الوحوش بكل بساطة. فجأة يصرخ شخص مهددا بالموت. يسمع ليم صوت تحذير الدخلاء وتأمرهم بعدم الاقتراب أكثر. بتمييز اللغة شعب غاية يدرك ليم ان هناك خطأ ما ويندفع فورا نحو مصدر هذا الصوت المألوف. ويستخدم مهارة الإخفاء ليندمج مع البيئة تماما كالظل المميت. مهارة استخدمت سابقا في مهام جسس واغتيالات خطيرة للغاية. لكن ليم ذلك الكيان المرعب لا يريد تكرار تلك الحياة المظلمة أبد. أثناء ركضه يتساءل إن كانت مطاردة. يحتاج للرؤية ما يحدث. ليجد فتاة صغيرة تقف وحدها في مواجهة 3 رجال بالغين تحذرهم مجددا وتحاول تشكيل كرة نارية، لكن محاولتها البائسة تفشل تماما. يجد الرجال الأمر مسليا ويسخرون منها. يستنتج ليم إنها لاجئة من غاية وأن حظها السيء واقعها في طريق أولاء المجرمين الحثالة. كي يعرض أحدهم الطعام مقابل الاستسلام. حين يلحق ليم وشم غريبا على ذلك الرجل كأنه شعار عصابة الثعبان الأحمر. يدرك فورا أنهم تجار بشر، ومع تبقى القليل من المانع يلغي ليم إخفاؤه كشف عن وجوده الكارثي. لا يوجد أي تطبيق للقانون هنا، فقرر هذا الوحش البشري التدخل. يسحب سكينة يندفع ويطعن الأول ثم يمزق حناجر الآخرين بحركات صاصمة الثالثة بشكل مخيف. قوة مميتة لا ترحم تعرض بكل هدوء. الفتاة مصدومة من هذا العنف الخالص. يسأل ليم ويسألها إن كان من غاية. تتفاجأ بشدة من تحدثه بلغتها الأم بكل هذه الطلاقة. تقرر معدتها في سؤال إن كانت تحب اللحم. لاحقا تشكر الفتاة على أنقاذها وتقطع وعدة ساذجة برد الجميل يوما ما لهذا الكيان المرعب. يسأل ليم بفضول عن كمية طعامها. لحسن الحظ كان قد اشترى ما يكفي من لحنح مسبقة. الفتاة لا تفهم قصده. يغير الموضوع ويتساءل هذا الكيان القوي كيف تمكنت من عبور البوابة الأبعاد بمفردها، لكنها تتهرب ولا تمنح أي إجابة واضحة على الإطلاق. يضغط لمعرفة ماضيها وموطنها، لكن الفتاة تتردد بوضوح وترفض كشف أي شيء أمامه، غير مدركة لحجم القوة التي تقف وتتحدث معها. يحاول ليم معرفة عمرها فتلزم الصمت أيضا. في النهاية لا يخرج هذا الوحش المتخفي بأي معلومة مفيدة من حديثه معها. يجلسان وجها لوجه حين تتوسل إليه لمساعدتها. تعترف بجهلها بهذا العالم وعجزها عن التواصل وأن طاقتها قد استنزفت بالكامل. هنا يتغير كل شيء يا رفاق. تعترف بقدرتها على استخدام النار لكنها تعاني بالشدة للسيطرة عليها. يرد لم بإنشغاله وأنه لا يصلح كشجليس أطفال مشدا ببرود على حاجة لسبب مقنع لكي يهتم بها وسط فوضى أوته الخاصة. مع ذلك يعرض عليها صفقة ستبقى لشهر واحد، خلاله سيعلمها لغة حل محلية ويزودها بالمعلومات الأساسية للنجاة في هذا العالم الذي لا يرحم. في المقابل يجب عليها مشرف المهام اليومية وقضاء الحوائج بكل بساطة. تستجيب حماس غير مصدقة أنها ستبقى لم يبدأ بالشعور بالقلق. تعرف عن نفسها باسم ليلي وتأمل أن ينسجم. هل تدرك مع من تتحدث؟ اسمها يبدو مألوفا لليم بشكل غريب رغم عدم تذكره. وبينما يفكر هذا الكيان المدمر تضرب الحقيقة عقله فجأة كالصعقة.
ليلي مستخدم من النار انه يتذكر فجأة نفس الوحش الكارثي اللذيذ سيحرق نصف العاصمة بعد 10 سنوات بالتمام. بشعر بلون اللهب وقوة مرعبة للتحكم بالنيران تقف هذه الفتاة اسمها ليلي قادمة من غار غاية وتعرف في هذا العالم بلقب ساحرة النار. إنها إحدى الكوارث الست الكبرى وهنا يبدأ الكيان الشاذ لام بربط خيوط اللعبة. الفتاة تشبه ساحرة النار تماما وكأنهما قطرتين متطابقتين من ذكرياته. يدرك هذا الوحش البشري أن الساحرة اختطفت طفلة على يد منظمة إجرامية لتصنع منها أداة دمار مرعبة تجلب الهلاك المطلق للعالم. الآن يدرك هذا الكائن الخفيف احتمالا مثيرا لقد وجد فرصة ذهبية لإيقاف إحدى الكوارث الست الكبرى قبل أن تحرق العالم. بعد فترة قصيرة يتجول ليم وليلي بهدوء وسط سوق البقال المزدحم. يخبرها ليم بأنه سيعد عشاء استثنائية الليلة. يقترب من البائع بنظرة هادئة ويسأل إن كانوا يملكون أي لحم من فئة المفترس إف. بعد انفتاح البوابة المكانية الأولى ظهرت أزمة طعام خانقة مما دفع البشرية للهجرة نحو مدينة مونتينا. الآن عرض لحوم المفترس إف يتجاوز الطلب بكثير فالبشر العاديون لم يدركوا بعد قيمتها الحقيقية. قيمتها تكمن في محتواها الغني بالمانا هو سر البقاء مستقبلا. رؤيا ليلي تثير تعاطف الباعة فيمنحونها طعاما إضافيا دون أن يدركوا من يقف أمامهم. يلاحظ لهم حاجتها لملابس جديدة فيطلب منها اختيار ما يعجبها من بين الخيارات المعروضة أمامهم. تشير لي بحماس نحو الطقم أبيض وأحمر لكن هذا الكائن الصارم يرفض اختيارها بلا تردد. يختار لها بدلة رياضية بدل من ذلك معتبرا إياها الأنسب للتجول في الخرابات. وفي النهاية يشترون عدة بدلات رياضية متطابقة تماما. لحق في المنزل يعلن ليم انه جهز اطباقه الخاصه والمميزه المشبع بالمانة من اجل العشاء. تعبس ليلي باشمئزاز واضح وتسال بصدمه ان كان هذا حقا ما سياكلونه الليله. يصر ليم على أن الطعام الصحي يبدو منفر عادة تشمل ليلي بالتردد وتعترف أخيرا بأن رائحته ذكية. يخرج ليم طائر الشيك جونغ الذي يحتفظ به لوقت لاحق لكنه يقرر فجأة أن يأكلوه الآن. تلتقط ليلي فخذ الدجاج تأخذ قضمة وتشرق ملامحها بفرح عارم. تعلن أنه لذيذ جدا وتصر على أنها لا تأكل سوى الدجاج من الآن فصاعدا. يحذرها ليم بهدوء مرعب إما أن تأكل البقية أو سيرمي كل شيء في ذلك الحساء الغريب. بعد تذوق الحساء يعترف ليم بأنه صالح للأكل بشكل مفاجئ رغم أنه داخليا يشعر وكأنه يحتضر. لا يسعه سوى التفكير لو لم يعد لهذه الحياة لكان يستمتع بوجبات فاخرة في مطعم رائع الآن. هذه فكرة تافهة تحبط هذا الكيان المدمر. تتذمر ليلي من خضر يصيب لسانها وبخها ليم على التحدث بهذه الطريقة المزعجة أثناء الأكل. بعد انتهائهما من تناول الطعام ينهض ليم بهدوء يأمرها بغسل الأطباق ويجلس في زاويته ليقرأ كتابا. بنظرة واحدة باردة يوضح لها تماما أنه يمنع إزعاجه فالوحش يحتاج لبعض الهدوء الآن. يبدأ ليم التأمل باستخدام تقنية بحر العقل العظيم. راكبوا معي جيدا فهذه الممارسة تزيد من طاقته السحرية وتعزز سيطرته المطلقة على قوته. لقد تدرب عليها قبل عودته بالزم والآن يلاحظ أن المانا الخاصة به يسم بسرعة تتجاوز كل التوقعات. في الماضي مهما استهلك من سعرات حرارية لم يحدث هذا التأثير. الكيان الشاذ يستنتج أن التغذية السليمة ربما كانت العنصر المفقود لتفجير قوته. يشعر بتوسع طاقته الداخلية ويدرك أنه بالاستمرار على طعام المانا وإتقان هذه التقنية سيتجاوز قوته الساحقة في حياته السابقة بسهولة. في النهاية يقرر هذا الكائن المرعب إنهاء تأمله لكن صوت معدته الجائعة يقاطعه. تسمع ليلي ذلك وتعرض عليه مزيد من الدجاج مرح. يلتفت إليه الكائن الكبار بابتسامة محرجة نادرة. ينتهي بهم الأمر بتناول ذلك الحساء المريع مجددا. تصرخ ليلي محتجة وتعلن كراهيتها الشديدة لهذا الطعام. يمر يومان ويتأمل ليم في تطور السريع الخارق القوانين. بقوته الحالية المرعبة يوقن أنه مستعد تماما للانطلاق في رحلة صيد الكنوز. فجأة يرن هاتف إنهابيكي التي تلاحظ بخيبة أمل طفيفة أنه لم يبادر بالاتصال بها أولا. تساءل بصوت على إن كان يهتم لأمرها. لايم الذي كاد ينسى أمر النقابة بأكملها يخبرها ببرود أنه كان مشغولة بأمور أخرى. يسألها ليم عن سير إعادة التفاوض على العقد. تصمت بيك فايخ من هذا الوحش الماكر أنها تواجه صعوبة بالغة. تؤكد ذلك موضحها عجزها عن إقناع قائدهم لكنها تضيف أن الزعيم سيوظفه فقط إن أثبت هذا الكيان المجهول كفاءته المربى حقا. يتساءل ليم بسخرية إن كانوا ينوون اختبار حقا. تعتذر بيك معترفة بأنها تجد هذا الموقف سخيفا للغاية. تعرض إيجاد حل بديل آخر أن ينتظر لعدة أيام لكن ليم الكيان المحطم للقوانين يوافق على الاختبار فورا بشرط واحد فقط. ترسل ليم برفقة ليلي إلى المقر الرئيسي لنقابة البيت الأبيض. عندما تتساءل بيك عن هوية الطفلة يدعي ليم أن ليلي أخته غير الشقيقة عادت مؤخرا من الخارج ولا تجيد الكورية. يوضح أنه بسبب ظروف غير متوقعة سيضطر لاصطحابها معه لفترة. العالم لا يعلم أنه يحمل كارثة بيده. في هذه الأثناء تنبهر ليلي بجمال بيك وتتساءل بلغتها الأم عن هويتها الحقيقية. يذكر ليم ببساطة شديدة أنها مجرد المرأة التي تمنحهم المال متجاهلا كل شيء آخر. هي التي تربط المال بالدجاج اللذيذ. تستنتج بالذكاء إن بياك يجب أن تكون شخصا طيب جدا. طبعا بيك الكائن الواقف أمامها مؤكد أن نقابتهم لا تدخل أبدا في الحياة الشخصية لأعضائها.
قريبا يستقبلهم تنجانكسو زعيم نقابة البيت الأبيض، يبرر موقفهم موضحا أنهم خططوا لزيارة ليم أولا، لكن مشاكل العمل أخرت لقائهم بهذا الكيان المجهول. يرد ليم بابتسامة مبتهجة مش شبه وصوله إلى هناك برحلة ميدانية ممتعة. اقترح تشانجو الشرط الإضافي الذي اقترحه ليم لمضاعفة قيمة العقد إن يجتاز الاختبار ويتأكد من جاهزيته التامة، وفجأة يا رفاق طاقة هائلة ومرعبة تجتاح المكان بيكمله في لحظة. كيتسأل تشانجو بشك هل يستحق ليم حقا كل هذا المبلغ الضخم؟ كان نحن نراب كيانا لا ينتمي لهذا العالم. لم يراقب تشان ورغم مظهره العادي إلا أن طاقته السحرية مرعبة. لم يدرك الحقيقة بصمت. الوحش يبقى وحشا مهما حاول يستخفي، لكنه رغم ذلك يرفض تماما أن يخاف. يطلق ليم طاقته ويشكل درعا حوله ليثبت قيمته. العالم لا يدرك حجم هذه القوة. فورا يأمر تشانجو المدعو بيك بإعادة صياغة العد بالكامل، يقر عدم مضاعفة العرض فقط بل ضربة في ثلاثة مع إضافة شرط مكافأة خيالي 20 مليار لو نجح. رقم جنوني. لم يتذكر بصدمة أن العرض الأولي كان مليارين فقط. يعلق لين بسخرخية على تسرع تشانجو ويعلن ببرود تام استعداده لبدء هذا الاختبار المزعوم فورا. ينتقلون فورا إلى ساحة تدريب السيريس تحت الأرض بالبيت الأبيض. يشرح تشانجسو شروط النجاح: هزيمة 3 أعضاء من النقابة، وبما أنه ليس قتالا حتى الموت حذرهم من التمادي لو علموا فقط من يواجهون. الخصم الأول هو جوان جانغ هيوك. رغم صغر سن فهو وحش حقيقي من النقابة الأولى، مسكين لا يعرف ما ينتظره. تتساءل بيك عن السلاح الذي سيختاره ليم. في الرد سعى يد تيكو في استخفاف مرعب بالقواعد. يغضب جين من هذا الغرور، يظن أن ليم مجرد مبتدئ مستيقظ حديث يتجرع على القتال بسعي فقط يلهى من حماقة قاتلة. تبدأ المواجهة. يركض جانج بسرعة خيالية حول حيم. في البداية بدأ أن بطلنا لم يفهم التقنية تماما، أو هكذا ظنوا. تتذكر أنه قرأ عن جانج في مجلة ما. مهارته الحقيقية تكمن في سرعته المرعبة. تزداد سرعته كل ما تحرك بلا توقف. يدرك ليوم بهدوء أنه يجب ضربه قبل أن يتحول شبح لا يمس. مع دوران جانج سريع شكك الجميع في نجاة ليم. بيك يراقب بقلق بينما يجهز جانج سيفه لإنهاء النزال بضربة واحدة، لكن ليم يلاحظ كل شيء. هذا الكيان يدرك أن لحظة التراخي الوحيدة للخصم هي نقطة هلاكه المحتومة. بضربة واحدة حاسمة وفي الوقت المثالي يعترض ليم الهجوم ويسقط جاج أرضا. ينتهي الأمر. يدرك ليم أن سرعة الخصم كانت سبب سقوط. تهتف ليلي منتصرة بينما يقف بأنك وتشانجو في صدمة تامة من هذه القوة اللامنطقية. يلتفت ليم ببرود قاتل متسائلا. بالتالي تشانجو يبتلع صدمته ويمدح هذا الأداء المرعب. يتفقد لمحل جانج ليطمئن تشانجو أن حياتها ليست في خطر وأن الأطباء سيتولون الأمر. لقد نجا بأعجوبة من وحش كاسر. سيتعافى بعد أيام. يعترف تشانجسو بقدرة ليم على كبح قوة، لكن ليم يتساءل بسخرية هل يصدقون حقا أن هذا كان كبحا؟ يفكر ليم بصمت في الكارثة التي ستحل إن فقد السيطرة تماما. لو لم يقيد طاقته لطاح رأس الخصم فورا. هذا الكيان المدمر يدرك الآن أنه ضمن 6 مليارات دولار كحق أصيل في العقد. بعد تلبية الشروط يوجه أنظاره نحو الخصمين المتبقيين ويقترح بابتسامة مرعبة أن نجعل هذا الاختبار المزعوم أكثر متعة. تلاحظ ليلي ابتسام الليم الغامضة وتتساءل بخوف عن معناها الخفي. تتحول ملامحه للجدية. المقاتل يسيطر على الموقف دائما. حسنا تراقبوا معي الساحة الثانية. غابة تدريب اصطناعية ستشهد كارثة جديدة. يشرح بأنك نظام البيت الأبيض نقابتان وكل نقابة تضم 6 فرق ب5 أعضاء لكل فريق. الخصم التالي هو يونيك ديهون قائد الفريق السادس في النقابة الأولى. عقب الضخ في نظرهم. يعرف هذا الدبابة البشرية باسم الثور. يعبر عن حماسها لقتال جيد بينما يدرك ليم بحدث المرعب أن هذا الثور ينضح بنية قتل خفية تستهدف شخصيا. ومن يبدأ النزال. يرن الجرس ويندفع ليم كوحش كاسر نحو يونغ ديهون موجها ضربة ساحقة نحو الساعة. يصد يونغ ديهون الهجوم بدرعة بنجاح ويرد بضربة سيف سريعة لكن بيتفاداها بشعرة واحدة وبراعة. مستغلا الثغر ينور ليم خلفه وينفذ تقنية مخالف الصغر. يصدم يونغ ديهون. هل تدرب هذا الوحش على الفنون القتالية قبل استيقاظه؟ يحاول ثور توجيه ضربة أخرى لكن ليم يراوغ ببرود ويصد دافعا يلي الخلف بتقنية الجبل الحديدي المدمرة. قوة ضربة تطير يونيك ديهون في الهواء. ورغم ذلك يلاحظ ليم أن قدرته تحمل هدف الثور استثنائية. يعترف الثور بقوة ليم الجبارة. كان ليم يخطط لإخفاء قوته الحقيقية المرعبة حتى يواجه خصمه الأخير، لكن ضغط يونغ ديهون يجبره على كشف المزيد. يعرض الثور على ليم الانضمام لفريقه واثقا من توافقهما. يسأل ليم بسخرية من يملك حق هذا القرار ليجيب الثور بغرور إن المنتصر هو من يقرر. يؤكد تشانجو كلام الثور مما يدفع ليم للإعلام بهدوء. إذا هزم هذا الثور المسكين سيصبح هو قائد الفريق. يعلن خطه لتأسيس فريق المستقل واختيار أعضائه بالشروط الخاصة. استعراض قوته مرعب. يوافق القائد على الاقتراح لكن بشرط صار من خسر ليم سيأخذ المكافأة وتضاعف مدة عقده. الرهان خطير. قبل ليم التحدي بلا تردد. يسأل الثور بالشك عما إذا كان واثقا من قدرته على السحق. بدوره يستجوب ليموس هذا الثور عن الدوافع الحقيقية بشأن باياك، من محن إلى أن عدائته نابعة من مصالح شخصية دنيئة يتحداها ليم بوكس ومؤكدا أن النصر لا يمنحه حق التكبر. كليم يرى سقوط الثور الحتمي كوضوح الشمس. يا رفاق الإذلال القادم والطرد من النقابة مسألة وقت. هكذا يحكم الكيان الأقوى. يفقد يونغ ديهون السيطرة. مفعلا طور الثور ليعزز قوته الجسدية وقدراته القتالية بشكل يائس.
يندفع نحو ليم الذي يرد بهدوء مستخدما تقنية بحر العائل العظيم قبضة البرق. هذا الكيان المرعب ينصح الثور باستخدام درعه دهون يطيعه، لكن قوة الضربة المطلقة تسحق الدرع إلى غبار. راقبوا معي هذه الصدمة تنقو بيت جمدان والوفد الجديد يسحق الثور ببساطة. من هيك كان يجلس ليم على الأرض متذمرا من صعوبة كسب المال. الجزء ده يبدو ضعيفا ولا يصدق أن قبضة برق واحدة استنزفت كل هذا القدر من طاقته المهولة. لذا يقرر استعادة طاقته باستخدام تقنية عقلة بهدوء، مدركا انه سيحتاج لكامل قوته المرعبة للمعركة القادمة. بيك يقترب مذهولا من هذا الكيان ويهنئه ثم يعلنه رسميا كقائد جديد للفرق السابع. يبتسم ليم للأب، فبالنسبة له هذا الانتصار الساحق يعني فقط إضافة مليار دولار أخرى لثروته. يقرر بهدوء أنه قادر على سحق جميع خصومه العشرين، لكن عندما سأل عن خصم الأخير يكشف الرئيس أنه هو بنفسه. اعترفت تشانجو بأنه شك في هزيمة ليم للقائد ديهون، بينما يبتز تشانغ سوب خبث معلن انه مجبر على مواجهة ليم في النزال الاخير. والمثير لدهشة ان ليم يشعر بالقلق من قتال هذا الخصم الهائل. لكن ركزوا معي هنا، فجأة يعلن استسلامه. تشانجو ينصدم تماما ويشكك في قرار ليم محاولا اقناعه بالتراجل. يعرض تشانجو 20 مليار دولار لخمس دقائق قتال فقط، لها 3 مليارات لكل 3 دقائق اضافية. رغم ذلك يرفض ليم مدعيا عزيزه عن الاستمرار. يتدخل بيك سريعا ليذكر الرئيس بأن وقت توقيع العقد قد حان. يشرع ليم في التوقيع، بينما يلاحظ أونوي أن الشرطة تميل لصالحه بشكل مرعب. يعبر ليم عن أمله بتعاون ناجح. يسأله بيك عن خططه لتوظيف الأعضاء، فيرد هذا الكيان الغامض بأنه سيفعل ذلك تدريجيا. وعند سؤاله عن توقيع عقود مع آخرين، يؤكد بيك أن ليم يمتلك السلطة المطلقة، لكنه يجهل تماما من ينوي تجنيده. ويلحم ليم لتوظيف شخص موهوب جدا لأي نقابة، مما يدفع ليلي للتكهن بذهول. هل يعقل أنه يقصدها هي؟ التفت ليم نحو ليلي ويطلب منها بهدوء صنع أكبر لهب ممكن، لكنها تتذمر من الجوع. لذا يعدها ليم بشراء 3 دجاجات من أجل إرضائها. تندفع بحماس نحو الجانب مذكر إياه بوعد لذيذ، ثم فجأة تستدعي كرة النار هائلة فوقها، كرة مرعبة أكبر بكثير من حجم جسدها الصغير. يتأثر بيك بعمق ويتساءل إن كانت شقة ليم الصغرى كيانا خارقا مثله. يؤكد لم ذلك بكل بساطة وبرود، ويعلن صراحة عن نيته الأكيدة في تجنيدها كعضو رسمي في فريق. نار ليلي لا تحر أي شيء حولها، مما يثبت سيطرتها المطلق والمخيفة على قدرتها. هذا أثار إعجاب ليم، فقد دربها لأيام فقط في حياته السابقة، رغم أنها اعتبرت يوما ما كارثة تمشي على الأرض بلا سبب. ثم يقترح ليم بهدوء مناقشة دفعة عقدلي ويستعد لبدء المفاوضات المرعبة عند مبلغ 3 مليارات. لكن ليلي تقاطعه بتركيزها المطلق على الدجاج. يلبون طلبها الغريب وتصبح رسميا عضوا في فريق البيت الأبيض السابع، لتؤمن ببساطة رسوم عقد بقيمة 5 مليارات. يمتلك البيت الأبيض هذا المبنى الضخم الذي يضم مرافق متنوعة ومذهلة، بما في ذلك قاعات تدريب، أماكن سكن، وغرف تحكم يديرها موظفون دائمون لا حصر لهم أثناء أسيرهم. اسأل بيك بفخر عما إذا كان ليم منبهرا بمعدته المتطورة. صدقوني هذا الكيان لا يتفاجأ بسهولة. يجيب ببرود أن هذه المعدات تبدو قديمة جدا مقارنة بما رآه في المستقبل. أخيرا يصلون إلى موقع آخر حيث يعترف ليم بأنه انبهر حقا. يشرح بيك أن هذا المبنى بالذات يضم ورشة لتطوير المعدات، مؤكدا له إنجاز أي طلب خلال أسبوع واحد فقط. يشير ليم إلى أن لديه شخصا يوجه له الأوامر، لكنه سيأخذ بعض العناصر من الورشة في الوقت الحالي. يختار استخدام الشفرات المتاحة، مقررا إنها ستفي بالغرض بين يديه الآن. يسأل بهدوء إن كان الاختبار قد انتهى، ويكد بيك ذلك بسرعة. وبما إنه يوم ليم الأول وضح بيك إن مهامه المروعة ستنتهي بمجرد عقد لقاء أخير مع الرئيس. فجأة يندفع الرئيس نحوهم حاملا رسالة طرأ معبى من غرفة التحكم. جميع الفرق منخرطة حاليا في مهام، مما يضعه في موقف صعب وميؤوس منه. يعتذر بشدة عن هذا التوقيت السيء، لكنه يرجو ليم لتولي مهمة عاجلة. يفكر ليم كيف انه كان يأمل في مغادرة العمل مبكرا اليوم، قبل ان يسأل ببرود عن التفاصيل. سرعان ما يصل ليم لقلب الأزمة. بوابة لوحة على ارتفاع 10 أمتار تطلع حلزونات ضخمة بأعداد ساحقة تخترق العقل. يلاحظ العديد من الأشخاص العالقين في الوحل الأخضر عاجزين تماما عن الهرب. بتقييم الوضع السريع يدرك لايم ان معظم الوحوش قد تتعامل معها بالفعل. يتساءل ان كان تدخله ضروريا حقا، لكن يطلب منه احضار عينات سليمه من هذه الوحوش الجديده. مهمته هي جمع 3 حلزونات على الاقل، مع الحفاظ على حالتها الاصليه قدر الامكان. هو يدرك ان هذه المخلوقات ستكون مستقبلا حلزونات مؤززة تنفجر عند الاصطدام لتنشر وحلا كريه الرائحه. تدمرت ليلي من الرائحه الكريهه، وبحركه بسيطه تلاعب لين بالمانا ليحق بحاسه شمها، عارضا تعليمها التقنيه كانها مجرد لعبه بسيطه. حذرها من ان الامر سيفشل بالبدايه وانه يحتاج لتدريب، فكتعمل قوانين سحر طبيعيه في عالمنا. لكن المذهل هنا صرخت لي فجأة بأنها نجحت ولم تعد شيئا محطم كل التوقعات والمنطق. لم يكد ينهي شرحه حتى تقنتها. انتم وانا نشهد الآن موهبة غير طبيعية تتحدى كل القواعد المعروفة. أمر اللي مليلي بالثبات ريثم مجمع الحلزونات. لقد أدرك أن البقية عانوا بشدة الجمعين، فالمهمة شائعة على الضعفاء. هذه الكائنات تنفجر بآلة تلامس للمانا، والهجمات العادية ستفيد، لكن بالنسبة لهذا الكيان الاستثنائي بدأ الصيد بكل هدوء.
رصد الحلزون على شجرة وبضربة سريعة من قد ما أرسله يطير في الهواء بلا أدنى مجهود يذكر. يحاول المخلوق الهجوم لكن ليم استخدم التقنية راحة اليد لتدوير بسرعة خرافية متلاعبا بها كأنه لا شيء. دار الحلزون بسرعة حتى فقد وعي. ليم حصد العين مشهد مرعب بينما رغبته لليلي بذهول طالب بحماس أن يعلمها تلك التكنية. مازحها طالبا 100 مليار كأجر. رفضت محتجة بأن هذا المبلغ الضخم كفوي لشراء جبل من الدجاج يا من تناقض مع قوته. ضحك لين بهدوء تام معلنا انتهاء جمع العينات بالكامل. سلم العينات ببساطة لفريق التجميع لينهي مهمته اليومية تركا إياهم في حالة من الصدمة لسير سرعته الخرافية. دهشت بيك وأخبرته أنه حر بالمغادرة إن أراد لكنها تعادها لحظة حاسمة ومهمة جدا لأنها مهمته الأولى كغائد. وسألته بقلق إن كان متوترا من القتال أو لديه أي استفسارات لكن كعادته طمأها لين بهدوء المعتاد مؤكدا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق. لقد عالج الآخرون معظم المشكلة مسبقا لكن هنا اقترب ثلاثة رجال من ليم أحدهم يرتدي زي الأحمر جاهلين تماما بحقيقة قوته. خاطبوا كم جندي جديد باستخفاف مشيرا أنه سمع للتو عن توظيف البيت الأبيض لشخص ما مؤخرا. لاحظ الشرط كتف ليم وعلق بالصخرية على كونه أيضا متسائلا إن كان البيت الأبيض يعاني من نقص حد بالكفاءات. ليضع مبتدئا بالقيادة ثم سأله بفضول إن كانت تقنيته جزءا من قدراته الحقيقية. حينها تقدم جانج سوك من نقابة كلب الصيد الأسود للمشهد. اتضح أنه كان رئيس ليف السابق لكن لم تجاهل الثرثرة سيو تماما طلبا منه الدخول في صلب الموضوع دون إزعاج. تذمر سيوك من الانفجارات المستمرة للحزونات والتي جعلت جمع العينات سليمة أمرا شبه مستحيل على أولئك الضعفاء. سأل موفرهم ببرود شديد إن كان سيوك يريد حق أن يشاركه. رفض ليم القطيع. أحبط سيوك الذي يستنكر جرأة هذا الوافد الجديد في الحديث معه هذه العفوية. فتدخل قائد الفريق الثاني بنقابة المحاربين بينهما ناصحا سيوك بضرورة وزن كلمات جيدا. وبالمثل اقترب قائد الفريق الخامس من غابة العالم الحاكمة من ليم ناصح النيابة بأن يكون أكثر تعاونا مع زملائه في الميدان ملمحا إلى أن المواجهات المستمرة في ساحة المعركة القاسية تتطلب دعما وتطورا متبادلا بينهم للنجاة. لكن بيك حذرت ليم بصرامة من التراجع أو الرضوخ لهم متوعدة بتقديم شكوى للرئيس. لقد واجه ليم مثل هذه المواقف التافهة مرات لا تحصى من قبل ولا شيء يهزه كأنه يدرك جيدا أنهم سيأخذ الحقيبة بالقوة إن رفض. وبدلا من إضاعة الوقت في الجدال العقيم رمى الحقيبة نحوهم ببساطة مخبرا إياهم أن بإمكانهم مسخها. يقبلوها باللهافة واضحة لكن راقبوا معي ما حدث. تقدم ليم وجلس فوق الحقيبة بهيبة مرعبة متحداهم أن يأخذوها حقا. رد فعل الصدم أصابهم شل التام. حاول قائل العائلة الحاكم التفاوض بينما اتهم سيوكا ليم بالتعامل مع الموقف برعونة وغرور. وفي خضم هذا أمر الليمليلي بهدوء بإحراق المنطقة بأكملها بمجرد أن يعطيها الإشارة. سألت براء إن كان عليها إحراقهم أيضا لكن ليم أوضح فورا أن هذا سيجلب متاعب نحن في غنى عنها. لقد رفض السماح للي بالتكحة واللي كانت تمشي على الأرض. صرخ سيوك المحبط بغضب متوعدا بتلقين لليم درسا قاسيا بصف الأقدم. وفجأة اهتزت البوابة وبدأ حلزون ضخم وكارثي في الظهور منها ببطء. انتشر الذعر وهرب الجميع بينما خرج هذا الكابوس بالكامل من البوابة. حذر أحد الخارقين ليم من التدخل فما كان من ليم إلا أن توجه للسيارة مع ليلي حامل الحقائب بهدوء مستفز. وفي الأثناء كافح الآخرون بئس الشديد لقتال الحلزون العملاق. أمام هذا العجز حاصرهم الوحش بمخالبه اللزجة فصارخوا بضع مدركين أنهم بحاجة ماسة لقطع تلك الأطراف أولا للنجاة. حس بكليم على التدخل لإنقاذهم مؤكدة أن ضربة واحدة منه تكفي لحصد كل المكافآت لنفسه. طلب منها عدم القلق مؤكدا بثقة مرعبة أنهم لن يتمكنوا من هزيمته أبدا بهذه الحالة. بينما واصل الأبطال محاولاتهم البائسة صرخ سيوك محذرا من السلالم المذيب للوحش وأمر المدرعين بالتراجع فورا للاستعداد لشن هجوم بعيد المدى محاولا النجاة. هنا أدركنا جميعا أن هذا الكائن يحمل خطرا يفوق بكثير تلك الحلزونات الصغيرة التي واجهوها سابقا إنها كارثة محققة. سألت ليلي بنفاد صبر إلى متى سنظل نقف هنا ونشاهد. كليرد لم بهدوء أنهم سينتظرون إخلاء الجميع تماما. وفي غضون ذلك حاول وونغ وهو من نقابة كلب الصيد الفرار بإستام. تأجت أسلحة الرفاق بفعل سلام الوحش المرعب فقرنسيس فورا تركين خلفهم الخوف من اقتراب هذا الموت المحتم. توسل وونج إليهم ليأخذوه معهم لكنهم أصروا بقصوى على أن يستخدموا قدراته الخاصة للنجاة بحياته. لكن الأوان قد فات فقد قيدت مخالب الوحش فا وجعلت إياه عاجزا تماما عن المقاومة. كل وحش يستعد لابتلاع فاو الذي يصرخ طلبا للنجاة بينما يقف ليم مراقبا بهدوء يتسس بصمت عما إذا كان رفق وونج يعتبرون أنفسهم حلفاء حقا. بلا تردد يقطع اللامسة لتعتصر فاو بضربة واحدة ويخطوا أمام هذا الوحش المرعب ليكون هو الدرع. يتفت ليم نحو وونغ ويلقي عليه حقيقة أساسية. هذه ليست الطريقة الصحيحة لاستخدام قواك على الإطلاق. إذا كان وونغ يريد حقا فهم المعنى الحقيقي للقتال فعليها أن يبحث عن ليم بعد انتهاء هذه الفوضى. لم يعطي الإشارة لليلي لتبدأ فطلق نيرانها المدمرة فورا. الخارقون الآخرون متسمرون في أماكنهم عقولهم تعجز تماما عن استيعاب هذه الكثافة المرعبة للنيران. بيك يحذر ليم بقلق راجيا منه التفكير في الآخرين قبل التصرف بتهور محذرا إياه أن فريق الدعم سيصل خلال 5 دقائق.
بيك اقترح الانتظار القتال معهم، لكن منطق ليم مختلف تماما بما أن التعزيزات قادمة فعليه أن يستحوذ على كل الغنائم لنفسه فقط. بيك يوضح أن النيران تمنع اقتراب الطائرات المسيرة لذا يجب تغيير الموائع. رغم ذلك يتجاهل ليم الأمر ويظهر بيك قلقه الشديد على سلامته، لكنه اطمئنها بثقة مرعبة وأعدم باستحق الوحش والعودة دون خدش واحد. هذا الوحش وحشي بشكل استثنائي، لكن استمعوا لي ليم يتذكر تفاصيله من كتابه مصور انه يدرك تماما اهميه استحضار الاستراتيجيات الناجحه في لحظات الهلاك. النيران هي نقطة ضعف هذا الوحش. وبعد عزلة عن البقية يلاحظ ليم تباطؤا واضحا في حركته، يندفع للأمام كالصاحي أو يأمر ليلي بتغطية بالنيران. هذه هي البداية. يدرك أن مجسات الوحش تتجدد بسرعة جنونية، لذا سيحتاج إلى مساندة ليلي المستمرة طوال هذه المعركة الطاحنة. ليم يناور حال هذا المخلوق ببراعة، ينتظر اللحظة القاتلة قبل أن يعطي إشارته إلى ليلي. تشعل ليلي مجسات الوحش بلا رحمة، يثني ليم على هذه النتيجة المدمرة ويحثها على المواصلة. كما هو متوقع ينكمش الوحش داخل قوقعة للتعافي بعد فقدان أطرافه. وفقا للكتاب هذا المخلوق يغلق بوابته بالكامل من شدة الرعب. تقترب الليل من ليم تتساءل بحيرة عن خطتهم التالية بعد أن عزل الوحش نفسه تماما. ليم يقرر استخدام الأمدادات من السيارة. هو يعلم أن قوقعات الوحش صلبة بشكل مرعب، لذا عليه أن يستهدف نقاط الضعف بدقة مميتة. يمسك تدا ويغرسه بقوة ووحشية في الأوقعة، يضرب مرارا وتكرارا لتحطيم هذه البنية الصلبة بالكامل. الخارقون الآخرون يراقبون في ذهول تام، عقولهم البسيطة تعجز عن استيعاب ما يحاول ليم فعل. في هذه الأثناء يتأمل وونغ هو كلمات ليم حول استخدام قواه بشكل مختلف، بينما يتساءل فاو إن كان أسلوب ليم صحيحا حقا. بالعودة إلى ليم نراه يواصل غرس الأوتاد في القوقعة بالجنون، مستعدا للمرحلة النهائية من إبادة. بعد تثبيت الأوتاد يصوب نحو المركز، لقد قرر إطلاق العنان لأقوى هجوم مدمر في ترسانته. مستعينا بتقنية بحر العقل العظيم يضرب ليم قباط الخاطفة كالبرق، لكن عند اللامس تسري الكهرباء عبر جسده لتصعقه بقوة غير متوقعة. التيار ينتقل بين الأوتاد محطما أوقعة الوحش المونعة إلى أشلاء. ينهار ليم على الأرض يتلوى من الألم، جسده الآن أضعف من أن يقوم بأي حركة طبيعية. تهرع الليلة إليه تسأله بقلق إن كان بخير، تتساءل إن كان قد تعرض للصعق، بينما ليم المترنح يذكرها ببساطة أنها كانت من المفترض أن تساعده، إنه يفترض أنهم قد سحقوا هذا الوحش أخيرا. ليلي تسأل عن إزالة الجدار الناري، لكن ليم يطلب إبقاؤه قليلا، بما أنهم قاتلوا بضراوة من أجل هذا النصر فيجب أن يستحوذوا على كل الغنائم. يلاحظ أن لحم الوحش طري وغني بالعناصر الغذائية بشكل مذهل، ويبدأ كلاهما في تخزينه داخل الحقائب. كليلي تفكر في فكرة الدجاج الحزون الغريبة، لكن هذا اللحم هو المكون المثالي لوجبة مغذية تستعيد المنى بشكل كامل. بعد جمع الموارد يقرر ليم إن غنيمتهم كافية، وهنا ركزوا معي. يتلقى رسالة من قائد الفريق الثاني بانغ وو هايوك الذي أبلغ بموقف بطلنا المجنون. يعلن القائد أن في طريقه لتقديم الدعم الفوري. كليم يخبرهم بسرعة بالانتظار وعدم الدخول إلا بعد إزالة الجدار الناري، فهو لا يزال يبحث عن عنصر مهم للغاية. بانج يتساءل بصدمة عما إذا كان الاثنين قادرين على مواجهة البزاقة وحدهما. يشعر بالقلق من أن ليم يضغط على نفسه بيومه الأول. لم ينهي جمع كل ما يحتاجه بهدوء ويأمر ليلي بخفض النيران المتأججة فورا. مع اختفاء النيران يقف الفريق وصل في حالة صدمة تامة. أحدهم يسأل بذهول عما إذا كان القائد قد صحي الوحش بمفرده، مدعيا أنه قتل بكل قوته وأنه كان محظوظا ليس إلا. سيوك يشعر بالشك، عقله يرفض استيعاب أنجز ليم عجزوا عنه جميعا. ليم يطلب ترك التنظيف للقائد بانج الذي يطمئن أن الأمر بسيط. بانج يطلب من ليم العودة للمنزل، مذكرا يا أنه إذا كان مصابا بجروح خطيرة فعليه التوجه للمقر للعلاج. ليم يتذكر تحذير بيك من عواقب الإصابة ويقرر برود أن يرتاح قبل الاهتمام بأي شيء آخر في هذا العالم. يمر الوقت ويهبط الليل، وليلي تتذمر بطفولية حول رغبتها الماسة في النوم وتناول الطعام. كليم يثني على جهودها العظيمة ويدعوها لتأكل حتى تشبع تماما بعد هذا اليوم الجنوني. طفلة منبهرة بقبل من الدجاج وتظن إنها في حلم. أنتم وأنا نرى مشاهدا بريئا يخفي وحش كسرة. تتحدث بحماس عن صيد الحلزون مجددا، بينما يرتشف ليم بيرو يلعن بهدوء، معتبرة أن هذه اللحظات البسيطة تستحق العيش متجاهلا قواته المرعبة. تلاحظ ليلي تكراره لذلك دوما، وفجأة تصرخ بنفس الشتيمة ليتجمد هذا الكيان المرعب بصدمة من فعلتها. يدرك هذا الوحش المدمر فورا مدى خطورته ألفاظها أمام طفلة صغيرة. يوبخها محذرا من تلك الكلمات السيئة، لكن ليلي تسأل براءة محيرة عن سبب السماح له وحدة بتلفظ بها. يمنعها بصرامة، لكنها تحدى هذا الكيان المطلق متسائلة براءة لماذا يطلق هو تلك الشتائم كلما أكل الدجاج. كليم يستخدم تقنية العقل العظيم منذ فترة، لكن هذا الكيان المرعب يستمر في استنزاف طاقته. يتساءل عن عواقب شربد البارحة، مدركة أن هذه التقنية الجبارة مجرد إجراء طوارئ بالنسبة لقوة المخيفة. يعرف جيدا عواقب السكر، ورغم ذلك يتفقد هاتفه ببرود ليرى كم مكالمة فائتة تلقاه هذا الصباح. يلاحظ مكالمات عديدة من المديرة باي ومن يعاود الاتصال حتى توبخ بك بغضب. بشري يوبخ كارثة. يجيب ليم بإرهاء أن عضلاته تؤلم من مجهود البارحة، هذا كان يرتاح. عذر صادق من كيان لا يقهر. تعتذر بيك فورا وتسأل هذا الوحش إن كان يشعر بتحسن.
يجب إنه يتعافى ويسأل عن طلبها لتخبره بيك بنيتها توظيف أعضاء لفريقه وتطلب رأي هذا الكيان المرعب في الأمر. يدرك ليه أهمية تكوين فريق يضم أناصين للدعم القتالي رغم أنه قش مفردة، ومساعفين للعلاج وعمل اتصالات لإدارة الأوامر من غرفة التحكم المراقبة، وسكرتارية للتعامل مع جدول الأعمال والأوراق الروتينية لإدراك تأثيرهم على الأداء. يفوضوا بيك باختيارهم حسب تقييمها الخاص، يمدح قدرتها العالية على قراءة الناس، ترك أمور البشر للبشر. تضحك وتوافق مذكرة إياه بأنها من وظيفته أساسا. تقترح الاتصال لاحقا بعد الغداء ويوافق لين بهدوء تام، يعبر عن رغبته بضم الخارق وأنقذوه من نئابة الكلب الأسود، واطلب من سابايكو التواصل معه. خطوة مفاجئة من هذا الوحش، لحقا يتصلوا برئيس الدولة جين الذي يمنحه 3 أيام إجازة يحتاج ليم رغم أنه يستطيع تدميرهم، مصرا أنه مجرد إرهاق بسيط. لكن جانج يكشف إن بيك أوضحت كل شيء في الفعل مسبقا. تصرح جانج إن ليم ممنوع من المهمات حتى يكتمل فريقه، يؤيدون كثرة تمشي على أدمين. يفكر ليم ويوافق على الإجازة، ينصحه جين بالراحة وتجنب الضغط، غير مدرك لحجم قوة ليم الحقيقية. عندما يتواصل تشانغ بشأن مستقبل النقابة، يقترح انضمام ليم للمعركة بعد تعافيه، إنهم يطلبون مساعدة إله الموت شخصيا. لكن ليم يتجاهل ويسأل ليلي إن كانت جائعة، ثم يخبر الزعيم ببساطة إنه سيركز على راحتي فقط. تركض ليلي بحماس سائلة عن الدجاج، ليجيب هذا الكيان الغامض بأنه أعد شيء لإذ بكثير هذه المرة. عكس الطبق السابق، هذا الطعام مصنوع من مكونات طازجة جدا، مكونات فاخرة بقوام ناعم معزز بقلب حلزون يوضح انها عجن ماله الصحي والخاص جدا. تقدم حساء اللحم الحلزون معترف بغرابة لونه، لكنه يؤكد بشدة على الفوائد الغذائية الكبيرة لهذه الطفلة. كليلي ترفض لامتلاء بطنها بالدجاج، يعتذر ليم ثم يبدأ بالأكل مستمتعة بالنكهة الغنية وحش يتذوق طعام البشر. حماسها يلفت انتباه ليلي لتبدأ هدس الطفلة في الشك بقرار رفضها للطعام. في مزحها ليم عرضا أكل حصتها، لكنها تقرر فجأة تذوق الطبق بنفسها. حتى الصغار ينجذبون لهالة الغريبة، تتذوق وتتفاجأ معبرة عن سعادتها الغامرة. يمازحها ليم طالبا عدم المبالغة، مذكرا إياها بأن العالم مليء بالأطعمة اللذيذة والمبهرة. كليل المصدومة تعلن أنها لم تعد تثق بحكم ليم على الطعام بعد الآن. يخبرها أن العشاء سيكون بطن خنزير مقلي. تسأل فضول شديد عن أي نوع يقصده هذا الوحش. يصرح ليم بفخر أن أغلى من الدجاج. تبتسم ليلي وتعتبر أن طعامك هذا يستحق العيش لأجله. يتعجب هذا الكيان من أين تعال حبيرتها المبالغ فيها، ثم يوضح ضرورة تعديل نظامها الغذائي للاستمتاع بوجبات ألذ دائما. يقترح عليها الذهاب لصيد الكنوز معها. بعد فتح البوابة الأولى، أسس الحوش النائية مناطقها. أوركس اتحدوا كقبيلة غير مدركين للكارثة القادمة إليهم. داخل أراضيهم يكمن أثر غامض قادم بعد آخر. يصل الأبطال قرب أراضي الأوركس، يراقبهم لين بمنظره ويحدد موقع الأثر بدقة داخل تمثال حجري ضخم. سابقا اكتشف فريق استكشاف هذا الأثر، لكن هذه المرة يخطط هذا الوحش البشري للوصول إليه أولا. يحلل الوضع مقدرا للقبيلة بمائتي أورك. رغم تعافي مواجهتهم وحدة تبدو مستحيلة في نظر العالم، لكنه استثناء. ويقرر ليم التسلل بالصمت، امر ليلي باشعال النار فور عند اعطاء الاشاره. تسال عن الاشاره في وضع هدوء، انه نحن تطفئ الشعله بالجهه الاخرى عليها اشعال المدخل، هدوء ما قبل العاصفه. حذرها بهدوء تام، ان لم تلمح اشارته فلتنسى امر ذلك الاثر السحري للابد. متخفيا كالظل يتقدم لين بهدوء واتبعوا ليلي. هذا الكائن المرعب واثق تماما ان هذه القبيله البائسه لن تكتشفه الا اذا ظهر عدو اقوى. عند اقترابه من التمثال، لاحظ 10 وحوش أورك يحرسونه. بالنسبة لهذا الكائن الاستثنائي، إبادتهم بمفرده مجرد نزهة عابرة. سحب نصله بهدوء ليلمح فجأة قائد تلك القبيلة، وحش أورك متحول. هذا الوحش أظهر قوة مرعبة في هجوم سابق العالم يضنه خصم لا يقهر. قرر الالتزام بخطه، فرمى حجرا بدقة أسقط الشعلة أرضا. ليلي التقطت الإشارة المزعومة فورا، بينما بدأ القلق والتوتر يتسرب ببطء إلى وحوش الأورك الغافلة عما ينتظرها. أصدر القائد أوامر سريعا ثغرت استغلها ليم للاستصالح بابتسامة خفية. يستعد تحطيم التمثال بالكامل، لكنه تفاجأ تماما بوحش يتسلم من خلفه. صدم لحظة، لقد أدرك أن هذا المخلوق البسيط استشعر وجوده المرعب عبر حاسة الشم فقط. الأورك تحول، أثبت قوة تفوق التوقعات، مما أجبر ليم على تراجع مؤقتا. راكد وسط النيران العنيفة ومتجاوز الوحوش، أدرك أن التخفي فقد قدواه تماما، فألغى تلك المهارة بهدوء أثناء هروبه السريع. كليلي أدركت خطورة الموقف وسألته بصدمة عن انكشاف أمره، فصرخ ليم بقوة أمر إياها بالركض بأقصى سرعة. بعد ابتعادهم مسافة آمنة، استراح البطلان بالقرب من بعض الأطلال. لاحظ ليم أن الإرهاق تسلل إليهم بسرعة رغم قصر المسافة المقطوعة. حين تعرفت ليلي على المكان وكشفت للمرة الأولى أنها مرت عبر هذا الكهف المظلم عند دخولها البوابة. وصفت كيف حاول أشخاص غريبون الإمساك بها، مما دفعها للهروب السريع. استنتج ليم أنها تقصد عصابة الثعبان الأحمر، واشتبوا في أن هذا الكهف هو مخبأهم السري. من دهشة من استقرارهم قرب قبيلته وأوريك، أشاد ليم بقوة ملاحظة ليلي وذكائها الحاد. مدرك الفوائد المحتملة لهذا الاكتشاف، اقترح ليم دخول الكهف، لكن ليلي ترددت وأظهرت ممانعة واضحة. أمرها ليم بالاختباء بين الشجيرات والتزام الصمت التام، طالبا منها التواصل معها إن حدث أي طارئ.
وحيدا تماما دخل الكهف في مفعل مهارة التخفي الخاصة به في الداخل، راقب منطقة شديدة الحراسة ليتأكد أن الثعبان الأحمر ليست مجرد منظمة إجرامية صغيرة. تساءل في نفسه عن سر اختيارهم الاستقرار بالقرب من وحوش الأورك. متعمقا أكثر في الظلام، لمح أشخاصا مقنعين منغمسين في نشاط مجهول تماما، وعندما رأى أحدهم يعبث بمسحوق أبيض غريب ضربته صدمة قوية حين اشتبه في أنه غبار الثعبان الممنوع. حسنا نحن الآن نشهد تجارة المخدرات غير المشروعة المحيطة بالثعبان، مادة مستخلصة من نباتات عالم آخر. الكثيرون سقطوا في فخ الإدمان، فقدوا عقولهم وانتهى بهم الأمر للهلاك الحتمي. رغم سنوات من التحقيقات المكثفة، فشلت الشرطة تماما في تفكيك هذه الشبكة. تعجب ليم كيف ظلت منشأة السرية هذه مخفية الأنظار طوال هذه المدة. في الداخل أمر المشرف القاسي عمال المختبر بتسريع عملية الإنتاج، محذرا إياهم بصرامة من عواقب وخيمة ومرعبة إن فشلوا في تحقيق الحصة المطلوبة بحلول الغد. مسح ليم المكان بعينيه الثاقبتين لحص 100 مسلح تقريبا و30 صانع مخدرات تابعين لمنظمة الثعبان الأحمر، وقدر أيضا وجود حوالي 50 كيلوغرام من الثعبان المخزن، رغم عجزه عن تحديد قيمتها المالية، سوى أنها تتجاوز التريليونات حتما. في تلك اللحظة أبلغ المشرف عن زيادة الطلب مما تسبب في نقص الإمدادات، وذكر أن عملا آخر مات بالأمس مما أدى لبطء الإنتاج. اعتذر موضحا أنهم يختارون أشخاص لا يعيق موتهم الإنتاج. شحش إعلام باشمئزاز شديد تجاههم. هذا الكيان يرى هؤلاء البشر مجرد حشرات مثيرة للاشمئزاز. فجأة انقطعت الكهرباء لتغرق المنشأ بكملها في فوضى عارمة وظلام دامس. أصيب أفراد العصابة بالذعر يصرخون بما مفاجأة ويطالبون بشدة بإعادة تشغيل الأنوار فورا. وسط هذه الفوضى أدرك أحدهم اختفاء مخزون الثعبان بالكامل، بينما كان ليم يتحرك كالشبح خفي وسط الظلام حاملا صندوقا. رغم أن تخفيه يحجب عن الأنظار، لاحظ البعض أثر خافتات تعود للخارج، وبمجرد خروجه للهواء الطلق سألت ليلي ببراء إن كان قد انتهى. انتبهوا معي هنا، أجابها ليم بأن هذه مجرد البداية، محذرا من مطاردة والشيكة ستلحق بهم، أمرها بالاستعداد جيدا مشدا على ضرورة الهروب. لكن ليلي ابتسم بتهور معلقة بأن الأمر يبدو ممتعا، ثم مدت إلى نحو الصندوق. أوقفها ليم بحزم مصرا على خطورة الأمر، وأمرها بالتزامن التام فورا. بعد لحظات ظهر أفراد الثعبان الأحمر ولمحوهم. علق ليم بهدوء أن الصيادين قد وصلوا، وحث ليلي على الاختباء. بينما كان يؤمن الصندوق، أطلق المهاجمون النار عليه. هذا الوحش المتخفي استمتع بالمطاردة ساخرا من عجزهم التام عن إصابته. عند وصول المخبأ الأورك، تعرف ليم على وجوه مألوفة. زال قائد القبيلة بغضب مما ترك أفراد العصابة في حيرة وذعر شديدين. أمر ليم ليلي بالخروج من مخبئها، ثم ألقى الصندوق للأمام بقوة مرعبة لا تصدق. تفاعل أفراد العصابة بذهول مشككين في قواه العقلية، بينما كافحت وحوش الأورك البائسة لاستيعاب ما سقط للتو أمام أعينهم الجاحظة. اقترح أحد أفراد العصابة إبادة الوحوش أولا، واستعادة مخزون الثعفان الثمين بأي ثمن، ثم التعامل مع ليم لاحقة. ويا لها من سخرية، أدرك كان إن فرصته الذهبية للانسحاب قد حانت، ففعل تخفيه مجددا. دعونا نشاهد هذا الجنون معا. معركة طاحنة تندلع بين الأورك وعصابة الثعبان الأحمر. الأعضاء يطلقون النار بلا توقف في محاولة إسا لإبقاء الوحوش بعيدة، لكن وسط هذه الفوضى يظهر أورك متحور لا تؤثر فيه الرصاصات إطلاق. بعد إدراكهم لقوته المرعبة، قررت المجموعة التركيز على القضاء على المحارب، لكن الأورك المتحور يندفع للأمام بسرعة خارجة ويسحق ضوح في لمح البصر. ليم وليلي يراقبان من مسافة آمنة بهدوء مرعب. تسأل ليلي بملل متى ستنتهي هذه الفوضى، مشيرة ببساطة إلى أن تشعر بالجوع. لم ينصحها بالصبر، موضحا بعض المواقف تتطلب المراقبة، وبكل برود يؤكد لها أن الصراع سينتهي قريبا، مفكرا في بدء عملية تنظيف شاملة. الأورك المتحور يسحق خصومه بوحشية، ممزقا كل من يجرؤ على الوقوف في طريقه. يرفع سلاحها عالية ويطلق زائرة منتصرة، لكن فجأة يحدث شيء يفوق وصف لزعيم القبيلة، صدمة مطلقة. ليم يراقب بهدوء، معترف بكفاءة الأورك المتحور في إبادة هؤلاء المجرمين، ثم يوجه ضربة قاتلة للزعيم يسقط قائد القبيلة فورا. ليم هذا الكائن المرعب يتوقع أن الأورك سينهارون قريبا في فوضى عارمة بدون قيادتهم. دون إضاعة ثانية واحدة يتجه ليم نحو التمثال ويضربه بقوة هائلة باستخدام مطرقة. أخيرا يكشف عن سوار الحارس، أثر سحري يعزز الشفاء ويقوي حالة مرتدية من خلال استهلاك المانا، قوة إضافية لهذا الوحش. كما أنه يفعل تعويذة دفاعية والتي تصبح أكثر قوة وافتكاك عندما يتم ارتداؤها كزوج متكامل. بينما يتقلص السوار ليناسب معصم ليم، تتجدد المانا الخاصة به في ثوان. ليلة تسأل بفضول طفولي ما إذا كان هذا الشيء كنزة. يؤكد ليم ذلك ويشير إليها بالاقتراب، ثم يربط السوار الثاني حول معاصمها بكل هدوء، مما يدفعها للتساؤل بحارة عن سبب قيامه بهذا التصرف. يشرح لها ببساطة أنه يحتوي على تعويذة حماية غير مرئية للعيون العادية. بخجل واضح تلاحظ ليلي أن لديهما الآن ساور متطابقة، لكن ليم يأمرها بالتوقف عن الثرثرة وقبول الأمر وحسب. نظرا لضعفها سيسمح هذا الأثر لليم بالتبع موقعها عند الخطر، يجمع غنائمي ببرود التام، بما في ذلك جلد الزعيم والذي سيصنع درع لا يخترق.
يقترح ليم تأجيل العشاء الآن حيث يجب عليه العودة إلى الكهف المظلم. تتساءل لي عن سبب عودته لكن ليم يعدها بالشرح لاحقا، ثم يصدر أمرا مرعبا يطلب منها حرق القرية بأكملها حتى تسوى بالأرض. تسأل ببراءة عما إذا كان سيخرجان لتناول الطعام بعد ذلك. يتجنب ليم الوعد لكنه يؤكد لها ببرود أن سيكون هناك شيء لذيذ بانتظارها. كليلي تطيع بسعادة غامرة وتشعل النار في القرية وهي تصرخ بأنها تتوقع وجبة ممتازة جدا. كليم يراقب صدمة متسائلا ماذا سيحدث لو تركت جائعة. انتبهوا هنا بالعودة للكهف. يطلق أعضاء الثعبان الأحمر النار لكن أبطالنا يبقوا إن محمين كآلهة. كليم يستعرض قوة تعويذة السوار الدفاعية الخارقة. موضح أن ليلي بمجرد إتقانها للأمر ستستخدمها بحرية. تقترح ليلي فور استخدامها للهجوم وبلا أي تردد ترمي الدرع بقوة مدمرة نحو أعدائه المذعورين. منبهرة يعترف الليم بموهبته الفطرية. العضو الأخير من العصابة يتوسل من أجل حياته عارضا كشف كل شيء عن عملياتهم السرية للبقاء حية. لكن ليم لا يظهر أي اهتمام، مركن فقط على موقع الخزنة المخفية. بعد ساعة واحدة يخرج أبطالنا من الكهف المحترق. ليم يفكر بهدوء أن هذه كانت منشأة سرية مثالية تماما. إلى جانب الحصول على المال حصد عناصر ذات قيمة هائلة. راضي عن هذا الدمار الشامل يسأل الليلي عما إذا كانت قد انتهت من تفجير كل شيء. تلاحظ أن بعض أعضاء الثعبان الأحمر قد يهربون. لم يطمئنها بصوت بارد كجليد الموت مؤكدا أنه لم يعد لديهم أي مكان للفرار. حوالي 35 من أعضاء الثعبان الأحمر وصناعي المخدرات بقوا هناك. لم يقرر عدم قتلهم لكنه يرفض منحهم الحرية. موجة حديثة لأحد أفراد العصابة يسخر منه وصفا يبوس روتايوك وهو سيرد ويأمر باتباعه كأنه حشرة. يحتج الرجل بشدة متسائل عن سبب إعطائه مثل هذا الاسم الغريب. فيضرب ليم فور لكثر كلامه مع أن عضو الثعبان الأحمر هذا يشبه تماما السيروتو وهو مجرد كعكة أرز يابانية بالنسبة له. يوجه ليلي لاقتياد الأسير إلى الخيمة أو الآخرين بصوتين لا يقبل النقاش بالاستسلام فورا عند نقطة الأمن المجاورة. يحتجون بخوف متسائلين عما إذا كان سيستطلق سراحهم بالفعل يوما ما. كليم يسكتهم بنظرة مرعبة مذكرا إياهم بأن أفعال غير قانونية ومهدا بضربهم بقسوات إذا فشلوا في استيعاب مدى خطورة وفداحة جرائمهم. في النهاية يوافق أعضاء الثعبان الأحمر المذعورين على استسلام طواعية تماما. الحراس يعبرون عن ذهولهم المطلق من عدد الأشخاص الموجودين داخل المنطقة المحظورة وصدمتهم الكبرى باكتشاف منشأ إنتاج الثعبان المخفية. يتوقع عليهم تسليم العصابة للشرطة ويشتبهوا بذكاء في أنهم سيحاولون تلفيق التهم له ولولي للانتقام من هذا الكيان الذي سحقهم. كي أمل ألا تؤخذ شهادتهم بجدية. نحن الآن ندرك مدى دهاء ليم يفكر في بناء علاقات مع تيتان كيمسو هو مدركا أهمية التحالفات. متأملا في أداء ليلي المذهل يقرر بوضوح أن قد استحقت بالفعل وجبة لذيذة جدا. تصل ليلي إلى الخيمة مع السيروتايوك وتضرب الأرض بقوة وغضب صارخة بجنون إنها جائعة. في حيرة تامة يفشل سيروتايوك في فهم تذمرها بينما طلب بالطعام مرارا وتكرارا. بعد فترة تعبس ليلي بطفولية. تشعر بخيبة أمل شديدة لأن ليم وعدها بوجبة لذيذة كالدجاج فقط لتجد رائحتها كريهة ومظهرها فوضويا للغاية. يا لها من مأساة. لم يسلم شيء سيروت الذي يفهم بسرعة ويتولى المسؤولية فورا ليقوم بتحضير قطعتين من لحم البطان مطبوختين إلى حد الكمال المطلق. كثوا من المقلي والزيتون الأخضر الموسم الفوف بسلطة دور السمسم مع قطع خس مغرمشة. لا لقمة واحدة تكفي. انظروا لهذه البساطة. كتزوقها ليلي وتغمرها في لحظتها تماما. تعلن أن الطعام لذيذ بشكل لا يصدق. يراقب هذا الكائن الغامض أحماسها ويذكرها بهدوء أن تمضغ جيدة قبل التحدث. تدرك ليلي أن النكهة تحسن مع المضغ. تمر 4 أيام ويبدأ ليم هل كان المرعب المتخفي في الاستعداد مهام أكثر تطلب. في غضون ذلك يشتري الأرض المجاورة لخيمته باستخدام الأموال التي حصل عليها من النقابة ببرود تام. يلاحظ الباسع السعر منخفض ويسأل بخوف ما إذا كان ليم متأقدم من شراء 10,000 بو. يجيب ليم بأن المستقبل مجهول والاستعداد حكيم. ويبدأ سيروتوك اللي أحضره ليم لمهارته في بناء منزل خشبي دون أن يدرك حجم الورطة. يلتزم بتولي أعمال البناء والطبخ والتنظيف بلا توقف ومسؤوليات أخرى في السنوات ال3 قادمة. يظن أن ليم منحه فرصة للبدء من جديد. مصمم على العيش بشرف يقسم على عمل بجدية. يوافق ليم ويأمر بالبقاء مجتهدا. لي المندهشة تماما تعبر عن إعجابها الكبير بمهارات السيروتي في الطبخ. لضمان عدم هروب عطل ليم فنون القتالية بضرب نقاط الضغط. حركة بسيطة من وحش مطلق عاجزا عن عكس التأثير يبس سيروتوك تحت سيطرة ليم المطلقة. كين استخدامه كقوة عاملة ل3 سنوات ثم منحها بعض المال والسماح له بالمغادرة. هذا الكيان يحسب كل خطوة بدقة. في مقر نقابة البيت الأبيض تخبر باك ليم أنها ستساعد الفريق السابع مؤقتا إنها لا تعرف مع من تتعامل. صر على حاجتي لدليل خبير لأنه جديد. يشكك ليم في نيتها استبدال نفسها لاحقا لكن باك تأكد ذلك متزرعة بجدولها المزدحم. لو علمت فقط ما يخفيه. تبلغ باك أن مهمته الرسمية ستبدأ غدا دون أي تأخير وحالة يجب عليه التعرف على الوثائق المقدمة له مجرد إجراء شكلي. أثناء مراجعة الملفات يدرك هذا الكيان المرعب أن عقده يمنعه من تولي المهام التي تستغرق وقت طويلة.
تشرح باك إن تطلب مهمة تدمير البوابة جاء من الحكومة قبل أيام، مهمة عادية بالنسبة لهم لكنها لعبة دليل. تشارك 4 نقابات وتقدر الحكومة أن عملية تنظيف ستستغرق 3 أيام. الفريق السابح هو الوحيد المخصص لهذا القدوس الزمني السخيف تماما، لكن لا يمكن من الوثوق بالتقديرات الرسمية. بوابات الوحوش تنقسم إلى فئتين محددتين، بعضها يغلق تلقائيا بعد خروج الوحوش ويسهل التعامل معها، وأخرى مصنفة كنوع بقى تبقى مفتوحة إلى أجل غير مسمى. في هذه الحالات يجب على أحدهم الدخول إبادة جميع الوحوش وتدمير النوال لإغلاق البوابة نهائيا. من الموقع يدرك ليم أنه واحدة من أسوأ البوابات سمعة متاهة الأرواح الصائص، مكان مرعب للجميع إلا له. قبل إرجاع الزمن لطالما ذكر سمعتها السيئة كمدرب، لو شارك في هذه المهمة آنذاك لمت حتما، لكن الآن هو الكارثة. تذكر باك صراعا أخيرا مع نقابة أخرى وتسأل ماذا كان ليم يريد منها إعادة تعيين المهمة لشخص آخر. يرفض ليم مؤكدا أن الفريق السابع سيتولى الأمر. تنصحه باك بالبقاء هادئا ومتماسكا مهما حدث. هي لا تعرف قوته المدمرة. يطمئنها ليم بأنه يفهم الموقف جيدا، ثم يسأل بسخرية عما إذا كانت تتوقع من إثارة ضجة. تقترح بمزاح أن هذا ممكن. يلهم السخرية نحن الآن نشهد تحرك هذا الكيان الغامض. أثناء ركوب السيارة يفكر في حاجته لمدرع قوي لتطهير البوابة. تأخر تجنيد وونغ غوهو بسبب رسوم إنهاء العقد، مما يعني أن ليم سيذهب خلف شخصي لإنهاء الأمر. عندما تصل السيارة إلى وجهتها المحددة يخرج السائق وينحني طلب من ليم الاعتناء بنفسه. يرفض ليم الإيماء ببرود مشيرة إلى أنها غير ضرورية مستقبلا، لكنه يعبر عن امتنانه للتوصيل رغم ذلك. يبتسم السائق بتفهم إلى هذا الرجل الغريب. تعلق باك بأن ليم يبدو هادئا جدا رغم أن ليم هذا الخطأ في النظام يجد أحاطته بأشخاص طيبين وصادقين أمرا مزعجا. إنه يفضل رفقة الأفراد العدوانيين والقسام مثل أعضاء نقابة الصيد الأسود التي عملوا معه ذات يوم. الأشرار يسيبون هذا الوحش. عند الوصول لنقطة الالتقاء يستقبل كيم هون من نقابة الصيد الأسود ليم وفريقه إنهم يجهلون من يقف أمامهم. بجانبه وونغ غو هو قائدة الفريق جانغ سوهيون. يتبادل ليم إلى المجاملة وصافح كيم الذي يذكر إنه سمع الكثير عنه، لو سمعوا فقط عن حقيقته المدمرة. على طاولة المفاوضات يتساءل كيم عما إذا كانوا قادين حق بحق إن أخذوا وون معهم. يعترف بقيمة وون كموظف، لكن بصفته ابن عم رئيس النقابة ومسؤول الصفقات المشبوهة يتوقع لئيم مطالب مبالغة فيها لإلغاء العقد، مجرد عقبات تافهة أمامه. تعلن باك تفهمهم لموقف النقابة بينما تستعد لمناقشة رسوم الإنهاء البالغة 5 مليارات دولار، مبلغ ضخم للبشر العاديين. كي قاطعها كيم لصح لها الرقم. جدد وانج عقد في ذلك الصباح لترتفع التكلفة إلى 10 مليارات دولار. صدمة باك واضحة للجميع. يذكر كيم ببرود أن دفع المبلغ سيجعل وانغ ملكهم. يدرك هذا الكيان استفزاز كيم المتعمد والذي ربما يكون مدعوما بتسجيلات سرية. ينهض لين من الطاولة ببساطة ويخبر باك أنهم سيغادرون المكان فورا. يدرك أنه تم التلاعب بها كابينة للرئيس. يتظاهر كيم بخيبة الأمل حول افتقار وانغ للحماس. راقبوا معي يا رفاق، العالم لم يدرك بعد خطورة استفزاز هذا الكيان. ينصحهم بسخرية بالتراجع ويهزأ بهم بسبب تلك الكحة الفاسدة. حقا انهم يجيلون من يواجهون. فجأة يصفع ليم كيم بقوة. تظهر السكاكين مع وصول التعزيزات، لكن هذا كان المرعب يحذرهم بالهدوء من ارتكاب حماقة. يتحدى غرورهم الزائف متسائل ان كانوا حقا يعتقدون بقدرتهم على سحق جانغ سيوك بهذه السهولة. يطالب الليم بحضور قائد النقابة، وبما انهم تجروا على استفزاز هذا الوحش فقد قرر ببساطة ان يقلب المكان رأسا على عقب لنشاهد الكارثة معا. كيف تعترض بيك على عنفه، لكن ملامحها تفضح استمتاعها التام بما يحدث. هي تساءل ليم إن كان يتخيل استمتاعها، بينما تسأل ليلي براءتها المعتادة عن سبب بضربة لمن أعطوها تلك الكعكة. يطمئنها ليم بهدوء لا تقلق أبدا، ويأمرها بحزم بتجنب تناول أي طعام من الغرباء في المستقبل مهما حدث. يقرر أن يتولى سيروتو طعامها ورفق كذبتهم حول انتهاء الصلاحية قف ليلي بلا خدش، مما يجعل خداعهم التافه بلا أي قيمة تذكر. يقترب ليم من وونغ غوهو ويخبره بأنهم سيتحدثون لاحق مرعب إياه بنظرة واحدة فقط. فجأة يطغى حضور طاغ مخيف على أرجاء الغرفة. ويستنتج ليم وصول قائد النقابة ملك الشياطين كيم تاي جين أحد أوائل المستيقظين، وتسأل بيك بتوتر واضح إن كان قد تم استدعائه بالفعل. كي يطالب القائد بتفسير متظاهرا بالجهل رغم أنه كان يراقب هذه القوى الكارثية عبر الكاميرات. يؤكد ليم أنه من طلب حضور لتوضيح الأمور، لكن قبل أن يبدأ يطلب من الجميع المغادرة فالوحش تحتاج مساحة للحديث. يعلق جيم بإعجاب على ولاء ليم مشيرة إلى شجاعته في تحمل المسؤولية الكاملة بمفده. يا له من غرور. في أمر ليم ليلي بالعودة مع بيك للمقر لتسأله ليلي بخب الطفولي إن كان بإمكانها إحراق هذا المكان بالكامل. في حذها ليم بصدمة من التهور مهددا بحرمانها من الدجاج المقلي إن عبثت بالنار دون إذن منه. بمجرد إن بقى وحدهما يشكك ليم بنوايا جين. يعترف جين بذكاء ليم المرعب ويسأله مباشرة إن كان يرغب في العمل تحت إمرته. يتفاجأ ليم ويستفسر إن كان جين يقترح تغيير ولاءه فرسوم إنهاء العقد الحالي ستكون فلكية بلا شك. في جين طلبوا مغادرة النقابة، مقترح بقاء البيت الأبيض وتمرير بعض المعلومات القائمة له بين الحين والآخر.
يدرك ليم انه عرض تجسس واضح ويستمع لوعود جين بمكافآت سخية. ركزوا معي هنا، فالجاهل لا يدرك انه يستفز وحشة حقيقية. يستفسر ليم بهدوء تام عن عواقب الرفض. يحذر جين بهدوء من ان ليم سيدفع الثمن غاليا اليوم، واذا تمادى اكثر فقد يفقد ذراعا او اثنتين. يا لها مسخرية. في هذه الأثناء خارج النقابة يصرخ تشانجو مطالبا بإطلاق سراح ليم، يقف مسلحا ويهدد بالاقتحام خلال 10 ثوان إن لم يمتثل جين لمطالبه. ومع بدء العد التنازلي يظهر ليم خلفه بكل برود متسائف عن سبب كل هذه الفوضى. يكشف تشانجو متفاجئ أن بيت أضاعت أن ليم قد اختطف. يطمئنه ليم بأنه اعتذر للنقابة، وقبلوا ذلك معلق بأن صدقه كان مقنعا جدا. من كان ليصدق هذا الكيان المدمر؟ في وقت سابق هدد جين ليم بقبول العرض أو مواجهة العواقب، لكن قبل ذلك صدمه ليم بأن عصفورا صغيرا نخبره عن علاقة جين السرية والوثيقة بزوجة أخيه. الكارثة تتحدث. يستشيط جين غضبا ويطالب معرفة كيف تمكن ليم من كشف هذا السر. يرد ليم ببرود بأنه إذا أراد كتمان تصرف فعليه أن يرضخ ويقبل ببعض شروط هذا الوحش. يطالب ليم أولا بتحرير وونغوهو دون دفع ضريبة الإنهاء، ثم يقدم ورق مكتوب عليها مبلغ ضخم مقابل صمتها ويسلمها إلى جين المصدوم. قبل أن يعود هذا الكيان بالزمز، أقام جين علاقة مع زوجة أخيه الأصغر لعقود طويلة. وفي النهاية تم كشفهم وانتحر الأخ الأصغر وزوجته بطريقة مأساوية، نهاية بئسة حقا. بصدمته من هذه الأحداث ترك جين الخدمة، ويدرك ليم تماما إن جين سيفعل المستحيل لإبقاء هذه الفضيحة تسر مدفونة. يعلق تشانغ بأن جين ماكر كأفعى سامة ولن يتركهم أرحلونها بهذه السهولة أبدا. الجاهل لا يعرف الحقيقة. تطبخ بيك شانغ سو مؤكدة أنه يجب أن يكون مهمتنا لسلامتهم. وفي غضون ذلك يلاحظ ليم أن ليلي هدئت بشكل غير معتاد. يربط عليها ويسألها إن كانت بخير، مطمئن إياها بأن هذا الكيان ليس مضطرا لحل كل مشكلة في الحال. لكن ليلي تكتفي بالقول إنها جائعة، وتلاحظ بيك إن الأجواء المتوترة ليست مثالية، مرجحة إن الطفلة تعاني من صدمة قوية. يسألم ليلي بهدوء إن كانت تمانع تناول الدجل للعشاء، ويحضرك حينها إنه لو كانت النقاب هي الأولوية المطلقة لما هبوا الإنقاذ أبدا. ويستنتج أيضا أن الانضمام إلى البيت الأبيض كان قرارا ذكيا. فماذا سيحدث تاليا؟ بعد فترة يلتقي وونغ وهو بليم. يعتذر وونغ بصدق عما حدث في اليوم السابق، موضحا أن الرئيس توسل إليه حقا لتجديد العقد. ويقاطع هذا الوحش المتخفي بهدوء ويقترح عليه أن يجلسه. يطمئن وونغ بأن كل شيء سوي بالأمس، ويعلن أن وونغ سيكون الدبابة لفريق من الآن فصاعدا، ثم يأمره ببرود أن يناديه بالقائد. مسار جديد يبدأ. يدرك لام أن وونغ نشأ بملجأ إيتام وهو انطوائي وبارد مع الناس، مما أدى إلى تعرضه لسوء المعاملة القاسية في الكلب الأسود. فقد مات وونغ عندما ضربت الكارثة الأولى بلا رحمة. يتساءل وونغ في حيرة لماذا يختار قائد مرعب مثل ليم دباب بلا مهاب مثله. إجابة ليم كانت بسيطة ومخيفة، إنه يحتاجه فقط. يحاول وونغ التحدث عن مهارته الضعيفة، لكن هذا الكائن المرعب يسكته فورا ويأمره بالتجمد في مكانه. بعد 10 سنوات سيصبح غوم من شو المعروف بالحصن المتحرك بطلا خارق يحترمه الجميع، وغومي الخبير في سحر التحجر تماما مثل وونغ. تذكر ليم رؤية قطع الصخور التي صنعها ميتشيل عندما كان لا يزال طفلا صغيرا. بمراقبة جسد وونغ عن قرب يدرك ليم تماما قدرة وونغ على التحجر تتجاوز متشيل. يتوقع ليم انه خلال نصف عام سيصبح وونغ اقوى دبابة في العالم. يصاب وونغ بصدمة مطلقة ويصرخ بأن هذا الأمر مستحيل تماما. يذكره ليم بأنه يعتبر نفسه فاشلا، لذا سيمنح هذا الكيان المرعب الموهبة الآن. يرفض وونغ الفكرة، لكن قلبه يتأثر بالشدة بهذا الوعد الغريب. فجأة يصل سيريو ويعلن أن طلب ليم الغريب قد تم تنفيذه بالكامل. يقول البطل أن الوقت مناسب جدا ويأمر بإحضار ذلك الشيء إلى الداخل فورا. الطبق عبارة عن حساء مرعب مصنوع من أجزاء وحش ونواته الداخلية. يعلن ليم أنه يجب على الجميع تناول 3 أطباق، حيث يحتاجون للاستعداد لرحلتهم التي ستستغرق 4 أيام داخل متاهة الأرواح الساقطة. بعد يومين وفي موقع مهمة صيد الوحوش ستشاهدون معي هذا الكائن يحارب وحشة يشبه الأسد الأبيض بطريقة تفوق الخيال. يصرخ هذا الوحش البشري في وجه وونغ مذكر إياه بدوره كدبابة للفريق، ويجب ألا يخاف. يخمر بالاقتراب من الوحش المرعب قدر الإمكان وشل حركته تماما. في مدة يومين كاملين استهلك وونغ 3 أطباق من حساء الوحوش مع 5 جلسات تدريبية قاسية يوميا. تدريب تعزيز التحجر لم يكتمل بعد، لكن وونغ يندفع ويمسك بالوحش ويشل حركته بقوة، ومع ذلك يسبب له الضغط ألمة شديدة. يحث وونغ على الصمود لدقيقة أخرى، متوعدة بأنه إذا فشل سيضطر يتناول 6 أطباق من حساء الوحوش. وونغ المصمم على عدم تناول المزيد من هذا الحساء القز. يدفع نفسه بقوة لإكمال المهمة. قدرات التحجر تزداد قوة كل ما طمت، لذا يقرر هذا الكيان المرعب أن وونغ يجب أن يتجاوز كل حدود البشرية. بالالتفات إلى ليلي يخبرها ليه من دورها جاد حان، لكن ليلي ترفض بغضب وتشتكي من أنها تتناول طعاما مقززة كل يوم. يطمئنها لايم بهدوء غريب أنه سيكون هناك دجاج حقيقي لتناول العشاء في تلك الليلة. بحماس شديد تأمر ليلي وونغ بالتنحي جانبا خوفا من تعرضه للأذى، وباستخدام قدراتها النارية المذهلة تقوم بهزيمة الوحش بسرعة البرق. يراقب وونغ ليلي بذهول ويتعجب من قوتها المدمرة. يسأل كان ليم ليلي عن سبب مناداتها له بالدبابة. ترد بأن ليم كان أول من أطلق عليه هذا اللقب. يلتفت ليم نحو المرسلة ويطلب تحديثات حول أي أخرى في المنطقة.
كأنه يدرك خروج 8 نمور بيضاء من البوابة قبل 20 دقيقة، مما يعني أنهم يجب أن يقاتلوا وحش آخر للحصول على عينة. تبلغ بايك أن هدف واحدا فقط يتحرك على بعد 6 ساعات، وتلاحظ أن نقابة المحاربين أقرب بكثير إلى الهدف منهم في الوقت الحالي. يسأل ليم عن فرق المسافة فتشرح بايك أن الأبطال يبعدون كيلومترين بينما نقابة المحاربين تبعد كيلومتر واحدا فقط عن الهدف. بإصرار مرعب يعلن ليم بثقة أنه سيركض للأمام ويأمر البقية باللحاق بالسرعة التي تناسبهم. يكلف ليلي بالاعتناء به، ثم يندفع ليم خلف الوحش بسرعة جنونية لا يمكن للعقل البشري استيعابها. تدريباته ونظامه الغذائي الغريب عزز قدراته بشكل هائل حتى وإن لم تصل هذه القوة المدمرة إلى مستواها السابق بعد. وأثناء تجاوزه لأحد أعضاء النقابة يعلن بصوت عن أن النمر الأبيض ملكه. يقف عضو النقابة مصدوما من هذه السرعة المستحيلة. نقابة المحاربين قامت بالفعل بتجهيز تعاويذ سحرية قوية هم يندفعون الآن بقوة لمهاجمة النمر الأبيض، وهذا يمثل مشكلة لأن أول ما يضرب سيحصل على الغنائم. لكن هذا الكيان لم ينفذ بسرعة فتونية قصد الظل هلال القمر. يقفز فوق الوحش مباشرة ويوقع ضربة حاسمة ومدمرة تسقط أرضا في لمح البصر. كيف نقابة المحاربين في ذهول تام عاجزين عن تصديق ما شاهدوه للتو. يبلغ الليم المرسس أن الصيد قد انتهى. هنا يجب أن تروا صدمتها المطلقة لأن الخريطة تشير إلى أن البطل قد وصل للتو. يتجاهل الليم قلقها تماما ويسأل ببساطة عما إذا كانت هناك أي أهداف أخرى قريبة. ترد بصدمة أن وحش آخر يقع في الجنوب، وفي هذه الأثناء كان الأبطال قد هزموا هذا الوحش بالفعل. تسأل ليلي عما إذا كانت قد طبخته بشكل صحيح هذه المرة وتتفسر عن موعد عشاء الدجل المنتظر. يؤكد لها ليم أنه يمكن جمع عينة ممتازة من الوحش، بينما تبلغ المرسلة في ذهول أن الوحوش قد اختفت تماما. لقد دمرت البوابة وأصبح الوضع مستقر. يؤكد ليم بهدوء مرعب أنهم ينهون الأمور الآن. مع انتهاء الصيد يقترب طبيب شعر أزرق طويل من ليم ويسأله عما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدته. يجيب ليم كل شيء بخير، ليلي تحتاج فقط لغسل يديها. هذا الشاب تشايون النام قائد فريق الدعم الطبي الميداني الذي أراقب هذه الظاهرة. يخبر فتى آخر ليم أن مقطع فيديو صيدهم المرعب خرج بشكل رائع، إنه قائد فريق دعم التصوير الميداني تشايون ليم الذي يوثق هذه القوة. ينظر ليم إلى الفيديو ويصاب بالذهول لرؤية المشهد حيث يبدو تماما وكأنه مقطع من فيلم سينمائي خيالي. في غضون ذلك يطلب تشايون سيو من ليم تحريك زراعي حيث انه مسؤول عن تفكيك المعدات بالكامل. توظف بيك الاشقاء الثلاثه من عائله شايون خصيصا للدعم الميداني للفريق السابع. يدرك ليم تمام ان اناس الفتيه سيصنعون اسم كبيرا لانفسهم قريبا في مجالاتهم، ويتساءل كيف تمكن بيك من توظيف مثل هذا الفريق الميداني الممتاز. يتصرف كبشر عادي تماما، يعتذر للإخوين لنسيان أسمائهما، يضمن لهم قضاء وقت للراحة ومكافآت للمهام القادمة ويطلب منهما حماية فريقه. هذا الكيان المدمر للعوالم يلعب دور القائد اللطيف ببراعة. يفرح الإخوان بسماع هذه الكلمات الكريمة بينما يحرص إلام على تسجيل هذه اللحظة غير مدرك أنه يصور خلا مرعبا. بعد فترة قصيرة يخبر السائق لين بأنه يتمتع بشعبية هائلة بين أعضاء الفريق لو أنهم فقط يدركون حقيقته. يحافظ ليم على هدوء التام، يجب بأنه مجرد مراقب لمشاعر الناس لأنه في ماضي اضطر لتنفيذ الأوامر دون أي نقاش. خلي المرعب يختبئ براعة الخلف قناع من المعاناة البشرية المألوفة. يضيف أنه تعب غادر النقابة سابقا لذلك لا يريد لفريقه أن يشعر في نفس الألم. قوة مدمرة تخفي بداخلها تعاطفا بشريا غريبا جدا. في المقر الرئيسي لنقابة البيت الأبيض تلاحظ بيك ان لم يتواصل بمهارة استثنائية لشاب في العشرين تمزح سائلة عما إذا كان يعيش حياة ثانية، لكنه يتجاهل التعليق ويحثهم على التركيز في العمل. إنه يخفي حقيقته المرعبة ببراعة. تقدم بك قائمة بالعناصر الضرورية وتؤكد أن المعدات الخاصة التي طلبها ليم ستكون جاهزة خلال يومين. حتى معداته يجب أن تتحمل قوته. يشعر ليم بالرضا ويشكر بيك على كفاءتها العالية. اسمعوني جيدا الآن. أثناء تصفحه للقائمة يكتشف هذا الكيان مرشحا للفريق. توضح بيك أن جمع المعلومات عن هذا الشخص كان صعبا لأنها لم تملك سوى اسمه فقط، ومع ذلك تمكنت من العثور على مقطع فيديو يعرض عناصر صنعها هذا المتقدم العجيب. يؤكد لهم اهتمامش الشديد. جانج يونغ شين الخاري الوحيد في كوريا المتخصص تأسما في الصناعة. يسأل أين يوجد هذا الشخص. ذكروا ليلي فقط نسيان 4 حصص من الدجاج وتلضخم من البطاطس المقلية، مطالب تافهة جدا تطلب من كيان مدمر. يعدها لين بالوفاء بكل امتى، ولكن بشرط واحد فقط، أن تنفذ كل ما علمها إيهاب الحرف الواحد. يدخلون صالون حلاقة محلي ويلاحظ ليم وجود ألعاب كثيرة جدا. تخبرهم المرأة خلف المنضدة ببساطة إن ابنها يستمتع دائما بتجربة صنع أشياء مختلفة تماما. في هذه الأثناء تجلس ليلي على الأريكة من الواضح جدا يطلب ليم منها الهدوء التام. فجأة تلمح ليلي شيئا يعجبها بين العناصر المعروضة. يصرخ ليم المرعب بسرعة طالب منها عدم لمس أي شيء خوفا من أن تدمر اللعبة، لكن ليلي تلتقط اللعبة فجأة وتقول إنها تشبه تماما قطعة الدجاج التي تحبها بشدة. تخبرهم المرأة إن ابنها صنعها وتعرضها على ليلي كهدية. اعتذر ليم بلطف قائلا إن ابن عمها مشاغبة حقا. هذا الوحش يلعب دور القريب المهذب ببراعة. تضحك المرأة وتطمئنه إن الأمر ليس مشكلة كبيرة على الإطلاق، فلديهم الكثير من الألعاب هنا.
يسأل ليم عن عمر ابنها، تجيبي إنه في الثالثة عشرة. يعني جانغ يونغ شم متلازمة الموهوب، حالة نادرة تمنح أصحاب الإعاقات التنموية مهارات استثنائية، إنه متغير مذهل، وبسبب هذه الحالة تماما مهاراته الاجتماعية ضعيفة جدا، وهو لا يستمتع بالتحدث مع أي شخص. يدرك ليم الأمر فورا، على عكس الخارقين الآخرين يجب أن يقترب من جانج بلطف وبشكل طبيعي. الخطوة الأولى هي زيارة هذا الصالون بشكل متكرر. تضيف المرأة أن جانج ربما يصنع شيئا في غرفة التخزين الآن. يأمل ليم ذلك الكائن المرعب ألا يكون حديثهم العادي هذا مصدر إزعاج وتشتيت للصبي، لكن المرأة تطمئن بأن جانج يكون شديد التركيز لدرجة أنه ندر ما يلاحظ محيط. ومع ذلك تلتقط حواس ليم المرعبة التفاصيل إنهم لا يهمسون. إذا كان جانج خارقا حق فمن المؤكد إنه يسمع كل شيء. تساءل ليم عما إذا كان الوائل مناسبا لاختبار هذه النظرية، وفجأة يخرج جانج متسائلا عما إذا كان كل شيء على ما يرام. تشعر والدته بصدمة بالغة، فهو لم يخرج بمفرده هكذا من قبل. يدرك ليم إن جانج شعر بطاقة المنى المرعبة خاصته مما يؤكد إنه خارق. تلاحظ ليلي إشاراتها والطلق للعمل، تركض نحو جانج بسرعة، تعرض عليه لعبة دجاج وتسأله إن كان صانعها، تخبره أنها لطيفة بشكل جنوني وتسأله بشغف عن كيفية صنعها. يبدو جانج مرتبكة قليلا ويقول إنه ليس شيئا مميزا، ورغم لغتها الكورية الضعيفة التواصل ليلي مدح اللعبة المذهلة. ويراقب الكان ليم بصمت، يبدو أن رغبتها الشديدة في الدجاج تخدم الخطة بشكل مثالي. يخبره جانج أنه يستطيع سيصنع أشياء كثيرة ويسألها إن كانت تود رؤية المزيد. توافق ليلي بحماس، بينما تقف وديدا جانج في حالة ذهول تام. حلم يتحدث هذه الحرية منك قليلا، لكنه يدرك أن جانج قد أعجب بالليلي. يقرر هذا البطل المرعب أن الأمر مقبول. في النهاية لقد تمكنوا من كسب حليف لا يقدر بثمن شخص قادر على صنع معدات للخارقين تبلغ قيمتها مئات المليارات. في اليوم التالي مباشرة ينضم جانج رسميا للنقابة ويبدأ في تطوير أزياء قتالية مرعبة. بعد مرور بضعة أيام يعترف ليم بأن جلد زعيم الأورك يعمل بشكل ممتاز لهذه الأزياء. يسأل ليم ليلي عن رأيها في زيها القتالي الجديد، تقول إنه مريح ورائع جدا وتفتخر بأنه يحتوي حتى على رسومات كالدجاج والبيتزا عليه. يسأل وونغ عن زيت الخاص، لكن ليم يخبره بهدوء إنه لا يحتاج لواحد الآن، لقد أنجز هذا الكائن المرعب كل شيء ممكن في وقت قياسي. تبلغ بيك إن فريق دعم مستعد، نحن على وشك رؤية الجنون الحقيقي، حان وقت التحرك. تبتسم وتسأل ليم عما إذا كان قد حصل على قصة شعر جيزة ساخرة من صعوبة الحفاظ عليها. يدرك ليم فورا إنها السبب في خلو الصالون من الزبائن. ثم يصلون إلى البوابة وهناك تقف بيك غاضبة ومشتعلة تمام. تصرخ في وجه رجل سمح لنقابة أخرى بالدخول قبلهم. يدعي الرجل أن الطابور قد تغير وأن أبطالنا كانوا سيتأخرون في كل الأحوال. تطالب بيك بغضب بمعرفة من أخبره بذلك. يبدو أن 4 نقابات كاملة تشارك معه في هذه المهمة المشتركة. كليم يتحدث بهدوء مرعب، لا شيء سيغير، سيكملون كما خطط لهم. بيك يهمس بيأسس انه حتى لو دخلوا الان ربما لن يجددوا شيئا، لكن هذا الكائن لا يكترث. تعتذر له بجسد لعدم استعدادها الجيد امامه، لكنه كأنه يرى ما وراء إدراكنا، يطمئنها بأنهم قد يجدون شيئا أفضل. يلاحظ لين ببرود أن النقابات الأخرى قد مسحت المكاكين بالفعل. بعد ساعتين في متاهة الأرواح الساقطة المرعبة، لا يزال في الفريق يتقدم. التوأم يجلسان في المركبة يراقبان هذا الوحش بصمت. كان من المفترض أن يقول لهم ليم، لكنهم فوتوا فرصتهم معه. في البداية كانت المتاهة من الفشل آباء، لكن انظروا معي، بعد فشل الجميع ارتفع مستوى التهديد بشكل جنوني لتحدى هذا الكيان. فجأة يتنبي ليم كوحش كاسر، يأمر الجميع بالتوقف ويخرج من السيارة. حواسه المرعبة تلتقط شيئا غريبا، يأمر وونغ بالبقاء وحراسة المركبات. المتاهة اللي نوقف فيها لها سمعة مربى حقا، إنها تحول البشر إلى موت أحياء. يرى التوأم شيئا يرعبهم بشدة، عقولهم البشرية تعجز تماما عن استيعاب ما يجري. يفحص ليم الأجساد ببرود مرعب ويلاحظ ملابسهم الممزق. يستنتج فورا أنهم من نقابة القرش الأحمر وقد اتهمت العدوى أجسادهم. أنيابهم الحادة تمتلك قوة وحشية قادرة على تمزيق الدروع القتالية. يستنتج ليم بهدوء أن أعضاء القرش الأحمر تعرض للعض حين تراخوا قليلا. من حسن الحظ أن أعدادهم ليست كثيرة بالنسبة له. يأمر وونغ بإظهار تدريبه. يتردد وونغ مرعوبا من المشهد، يحذر ليم بصرامة من أن مجرد خدش بسيط من المصابين سينشل الفيروس القاتل. يدفعه للأمام كأداء يأمر ليم ألا يكون جبانا. يستجمع وونغ شجاعته بصعوبة ويبدأ القتال. يلاحظ ليم بعين الثاقبة أن تقنية تحجر وونغ أصبحت أكثر استقرارا من التدريب. يذكره ليم ببرود ألا يقتل المصابين. وونغ المحاصر يسأل بأس عما يجب فعله. يجب هذا الكيان الجاذب أن يكتشف ذلك بنفس. يبدأ وونغ بضرب المصابين بالدين المتحجرتين، وبعد توجيه ضربة قوية وناجحة يصرخ بفرحة هستيرية. ليليا التي تشعر بالملل تسأل لماذا لا تحرقهم فقط. يشرح ليم بعقلانية مخيفة أن هؤلاء ليسوا مجرد مدنيين بل أعضاء نقابة أخرى. تدميرهم ليس خيارا مطروحا. يتفقد ليم فريق الدعم، يهمس أحد بالتوامين بأنه يسجل كل شيء. يؤكد ليم ببرود حسابات أنهم سيستخدمون المقطع لضبط التعويض. التوأم الآخر يعلن تجهيز بدلات الطرد. رجل آخر يخرج الترياقا أودعه ليم لديس مسبقا. يؤكد الليم الذي توقع كل شيء أن الترياق حاسم في هذا النوع من الزنزانة. يبدأ في تحليل الموقف بدقة مرعبة. أعضاء دعم القرش الأحمر كانوا بالتأكيد خارين.
حركاتهم تؤكد ذلك، لكن راقبوا جيدا. يبدأ لم إسقاط المصابين واحدا تلو الآخر بنقرة إصبع واحد على الرقبة، مع تحييد كل مصابين بسهولة تامة. يخبرهم ليم إنهم قبلوا حسنا، ويأمر وانغ بصف المصابين على الأرض. من بين ما جهزوا هذا العبقري تورياك سم الموتى الأحياء هو المفتاح. بعد العضة يملك الشخص 10 دقائق فقط قبل ظهور الأعراض، وبعد 30 دقيقة يتحولون لجنود بلا عقول يخدمون خلية الموتى الأحياء. حسب لين بدقة إنه مرت أكثر من 30 دقيقة على إصابتهم، لذا حتى مع الترياق ستظل عقولهم غير مستقرة لفترة من الوقت. يطلب لين من الجميع الابتعاد فورا، يقول إنه يحتاج إلى التركيز الآن. ثم يقترب من المصابين ويهمس بهدوء شيطاني مرعب إنه أنقذهم، لذا يجب عليهم أن يساعدوا أيضا. ليم خبير ويدرك أن أصحاب المواهب يتطورون، لكن كيانا مخيفا مثله لكي يضمن النجاة كان عليه أن يطور قدرات متعددة ومستحيلة. لهذا السبب بالذات سافر ليم عبر أبعاد متعددة في حياته السابقة، كراجايا وموريم والعالم السفلي وجارا بايرون. لقد نجا بفضل السحر والفنون القتالية التي اتهمها خلال تلك الرحلات الأسطورية. إحدى التقنيات المرعبة التي اكتسبها ليم في طريقة تسمح له بالسيطرة التامة على الحيوانات ذات الذكاء المنخفض. الآن أمام المصابين يخبرهم ليم بأنهم سيقاتلون بجانبه، والمثير للصدمة أنهم يبدون في غاية السعادة بهذه الفكرة. وبما أن الجميع موافق يأمرهم ليم بهدوء الملوك ببدء صيد حل الموتى الأحياء واتباع أوامرها بدقة. لاحقا يظهر وونغ ببدل مكافحة حشرات منهكا تماما ليبلغ أن أمسك بملكة النحل، لكن أعدادا هائلة من النحل تحيط بهم من كل جانب. يؤمر ليم الليلي بإحراقهم جميعا ثم يعرض عليها الطعام ببساطة. غير قادرة على مقاومة وعد الوجبة، تطيع ليلي أوامرها بسعادة غامرة. يلاحظ أحد التوأمين بذهول إنه لم يتوقع دعم أعضاء نقابة القرش الأحمر لهم بهذا الحماس، ويسأل بخوف عما إذا كان القائد قد فعل شيئا غير طبيعي لإقناعهم. ينفن فيلم ذلك ببرود المعتاد ويقول إنهم عرضوا المساعدة ده كرد للجميل فقط، ثم يعلن جاهزية بدلات مكافحة الحشرات لكي يتمكنوا من التقدم. هنا تتغير الأمور، فجأة يأمر ليم الجميع بالتوقف بعدما أدرك اقتراب أحدهم. تظهر مجموعة من الخارقين، تتعرف عليهم ليلي إنهم من رأتهم مع الحلزونات وهي الآن تسيطر عليهم بالفعل بقوتها. يقول ليم إنه يأمل أن يكونوا ممتنين ومستعدين للتعويض. يبدو أن الموقف يسير بسلاسة مرعبة تفوق كل التوقعات. في اليوم الرابع داخل الزنزانة يبلغ أحد التوأمين بيرعى بأن الوحوش قد اقتحمت مخزن المؤن واتهمت كل حصصهم الغذائية. يتفقد ليم المشهد بهدوء المعتاد ويستنتج من آثار الأقدام من هذه المخلوقات يجب أن تكون قريبة جدا. يصدر ليم أمره بهدوء بسفرة خاصة تستشهد لليل لكل المخلوقات التي انقذوها للوحوش. كان يكسر القواعد. يراقبها ليم براحة وهي تستمتع بكيد الزواحف. الأرض الآن مغطاة بالكامل بالجثث في إرسم ذات عيد وعيون الحمراء، مشهد مرعب. ثقة مطلقة شع منه، لقد استعدوا لكل السيناريوهات وكل شيء يسير بسلاسة تامة حول هذا الكائن المدمر. لكن دعونا نراقب جيدا، فهو لا يقلل من حذره أبدا. وحوش مستوى الزعيم ما زالت تتربص في الظلام. فجأة شيء يطير عبر الكهف، إنه شيطان المرآة زعيم متوسط المستوى يظهر ليتحدى المستحيل. يحذر ليم الجميع فورا ويأمرهم بالاستعداد للقتال. يتم ترك جميع المركبات في لمح البصر. أمر ليم وونغ بالتقدم، فمع حرب القرش الأحمر المغسولة أدمغتهم لديهم حصانة تامة ضد أوهام هذا الخفاش. هذا الوحش يصنع أوهام كل من ينظر في مرآته ويحولهم إلى مجرد دمي تابعا له. يصرخ ليم محذرا زملائه في الفريق بالشدة، ويأمر وونغ بصوت عال بألا ينظر إلى المرأة أبدا. لكن وونغ وهو يرتجف رعبا يلتفت ويعترف صراحة بأنه خائف جدا. يبخ ليم وليلي بقسوة شديدة على ضعفه، ثم يطلب ليم من ليلي صنع درع ناري ضخم لعرقلة مسار الخفاش، ويأمر الجميع بالتراجع لمسافة كيلومترين على الأقل فورا. يقول إنه سيجمع المعلومات ويلحق بهم. يطلق ليم صافرته لتفرق أتباعه في المكان كالأشباح. تسأل ليلي إن كان عليها إحراق كل شيء بالكامل، لكن ليم يأمرها بتخفيف ألسنة اللهب في الوقت الحالي باستخدام تعويذة إخفاء يتلاشى ليم تماما. هو الآن وحده يبحث عن الخفاش. فجأة يلمح الوحش شين لكنه يخطئ الهدف. يدرك سريعا أن نمط الطيران هذا الخفاش العشوائي والمجنون يجعل توقع حركته أمرا في غاية الصعوبة. يقرر المراقبة من مسافة آمنة، وفي النهاية يعود لليم. يشعر التوأم براحة كبيرة ويسألانه إن كان قد تعرض لأي أذى. يطمئنهم ليم ويبدأ سريعا في شرح الخطوات التالية. لا يوجد وقت نضيعه هنا. يستمر الخفاش في التحليق حول الزنزانة بينما يأمر ليم فرقة الدعم الفني بالتراجع الفوري. يؤكدون تراجعهم بنجاح ويبلغون بأن جميع التحصينات الدفاعية أصبحت الآن في مكانها الصحيح. يثني ليم على هذا التقدم ويأمر فريقه بالاستعداد للمعركة. وفي هذه الأثناء يطلق الخفش أتباعه الذين يبدأون في مهاجمة الفريق. يقفز ليم لبدء الهجوم محاولا توجيه ضربة ساحقة للخفاش، لكن الوحش يتمكن من تفاديها. يستدعي ليلي اللي تحاول إحراق الخفاش بنيرانها المدمرة، ومع ذلك يتفادى هذا الكائن الغريب كله مهارة عالية. يسخر الخفاش من الأبطال ويخفض دفاعه لحظة، وهنا يا أصدقائي يغتنم هذا الكيان المدمر الفرصة الذهبية دون تردد. يشكل درع لتأييد الخفاش ويقفز للأمام، بينما تضع ليلي منصة نارية تحته ليوجه ركلة هائلة القوة. هجوم المرعى بيفصل رأس الخفاش عن جسده تماما في مشهد خيالي.
يعلن بهدوء أنه سيحتفظ بالمرآة لنفسه. بعد ذلك يصل أبطالنا أخيرا إلى بوابة غامضة ومخيفة. يعلن ليم انهم وصلوا الى النهايه، لكنه يحذرهم من التخلي عن حذرهم الان. وتسال ليلي الى متى سيبقى وينجو الجبان متجمدا هكذا. يجيب ليم بانه يخطط لتركه حتى يهزم الزعيم الاخير، والا فقد يقع وونج تحت السيطره الذهنيه مره اخرى بسبب ضعفه. يتحول المشهد الى موقع جديد. يظهر شخص مقنع انه هيكل عظم تيدي معطف مطر وتوهج عينه بنيران زرقاء مرعبه ومخيفه حقا. انه صائد ارواح خطير عند الليم الحادة يقتحم جميع أتباعه الغرفة دفعة واحدة كالسيل العارم. يبدو صائد الأرواح مصدوما تماما، بينما يندفع ونخون نحوه مباشرة بابتسامة عريضة ومخيفة على وجهه. كل يعانقه بقوة، مع أن العناق مرحب به دائما. هنا يوجه صائد الأرواح ضربة انتقامية قاتلة، لكن وونغ يصد الهجوم بسرعة مذهلة وبكل سهولة. غير مبال بالخطر، يسخر وونغ من هذا الأعداء ويصفه بالكارا، ثم يتصدى لضربة أخرى قادمة بهدوء ورباطة جأش مفاجأة للجميع. يراقب ليم كل شيء من الخطوط الجانبية بصمت تام. يلاحظ ان وونغ لا يزال يظهر بعض علامات التردد، لكنه يثبت اقدامه ويصمد بشكل افضل بكثير مما كان متوقعا منه. يدرك لايم ان هذه هي اللحظه التي اعده وونغ لها. ومع ادراك صائد الارواح انه محاصر بالكامل، يفعل تعويذه سحريه لتتوهج الرونيات تحت قدميه. انها تعويذه اتصال الارواح القاتله، تعويذة مصممة لتحويل الخصوم لدم طائش وتوسيع سيطرته على الساحل. لكن ليما يبتسم ببساطة، غير متأثر على الإطلاق بما يحدث. كأنه يعلم أن التعويذة لن تنجح، يبقى الأتباع غير متأثرين ويواصلون التقدم. ينظر صائد الأرواح حوله وعلامات الحيرة تملأ وجهه. كان يجب أن تنجح التعويذة، لكنها فشلت فشلا ذريعا. تدابير ليمي المضادة العبقرية والمستمدة من طاقة خفاش المرآة الشيطاني المهزوم مع القليل من حيلة الخاصة أبقت جميع أتباعه في حالة نشوة مستمرة ومنخفض المستوى، مما يجعلهم محصنين تماما ضد هذا السحر بالذات. فشل الرابط الروحي، وفجأة يلاحظ صائد الأرواح مصدوما أنه لا يستطيع رفع سلسلة. يلتفت في حالة من الذعر ليجد وونغ يمسك بالنصل بقوة شديدة ويثبت في مكانه بثبات. يبتسم وونغ بسعادة ويعلن أنه معجب أيضا بصائد الأرواح، وصفا إياه بسخرية ومبهجة ومستفزة. كليم الهادئ كعادته ينظر إلى ليلي ويشير لها بأن وقتها قد حان. وأنتم تعلمون، هو يدرك جيدا أن القدرة الثانية لصائد الأرواح هي استدعاء الشياطين. بمراقبة دقيقة يشتبه لين في أن هذا مجرد نوع من سحر استدعاء القرود، ويبتسم بثقة مدركة أنه وضع تدابير مضادة بالفعل. ليلي لا تضيع أي وقت، تطلق سيلة هائلة من النيران لتزأر ألسنة اللهب والفحشية حول صائد الأرواح. تضحك وتمازحهم قائلة أنه إذا احترق كل شيء فربما يمكنهم تناول الدجاج المشوي على العش الليلة. الذعر اكتسح وجه صائد الأرواح أمام هذا الكيان المرعب. يمدح ليملي ببساطة ويكلف حق الغرض المستدعاة بإكمالها متجاهل الخصم تماما، مما يشعل غضبه بصائد الأرواح أصعد ممكن. بانفجار غاضب يرمي سيف وونغ مباشرة نحو أبطالنا. يتردد ليم للحظة قصيرة معتقد أنه لمح شيء غريبا، لكنه يتجاهل الأمر بسرعة تامة. فهذا الكيان لا يكترث لتفاصيله. هذا ليس أوقات قتال ليم، هدفه لا يزال بسيطا للغاية، مسح الزنزانة بأقل جهد بشري ممكن. لذا يستمر في المراقبة بهدوء مرعب يحسب كل ثانية. وبما يواصل أتباعه إرهاق صائد الأرواح، يترك ليم المعركة تطول وكأنها مجرد لعبة مسلية. تمضي ساعة كاملة يصاب صائد الأرواح بالجنون ويصرخ بإحباط ضام. يعتبر ليم هذه اللحظة إشارة تدخل الحاسمية. يطلق صفرة حادة ومفاجئة. على الفور ينسحب فريقا من القتال ويقفزون للخلف كقوة واحدة مطيعة لسيدها المطلق. يتقدم ليم للأمام ببطء شديد ويشير إلى أن الانتظار انتهى. يصرخ صائد الأرواح بشيء غير مفهوم رعبا منه. ورغم أن ليم يفهم الكلمات إلا أنه يدرك المعنى تماما. العدو يصفو بالجبان الآن. ليرد ليم ببرود قاتل لا يصدق. يعلن أن بعض الناس لا يملكون رفاهية الشجاعة أو المجد مطلق، فالبعض يعيش ببساطة هكذا متخفيا كشخص عادي. ثم يرفع عن مرآة الوهم بيده أنها لا تستطيع غسل دماغ الخصم، لكنها تفعل ما يرجو ليم بالضبط، أنها تشتت انتباهها بالكامل. تلك اللحظة هي كل ما يحتاجه. قبضة برق واحدة تسقط ساحقة لتحطم درع الهيكل العظمي. حينها يلاحظ ليم شيء مذهلا حقا. في أعماق صدر صائد الأرواح الممزك يستقر حجر روحي توهج نادر الوجود. هو أقوى بكثير من أي بلورة سحري عالي المستوى رأيناها يوما. هذه ليست مكافأة عادية أبدا، إنها معجزة حقيقية تجسد أمامه. لهذا السبب تخلم إلى متاهة الأرواح الساقطة. ينحني مقترب مبهورا تماما، ويهمهم بأن هذا الكنز العظيم سيتم استخدامه بأفضل طريقة ممكنة. تسأل ليلي الواقفة بالجوار عما إذا كانت المعركة قد انتهت أخيرا. يبقى ليم صامتة يبتسم للحجر بفتنة مخيفة تليق بكيان مدمر. هذا الشيء أعظم من مجرد جائزة، إنها فرصة نادرة جدا. بهذا الكنز يمكن تفعيل التحول الخاص به. إن نجح الأمر سيصبح جسده الوعاء المثالي لإتقان الفنون. لكن المثير للدهشة إن ليم لا يهتم بالقوة المطلقة وحدها. ما يرغب فيه حقا هو القدرة على أبرص الشيخوخة لتمديد سنوات شبابه الهادئة إلى ما بعد التقاعد المريح. نحن وأنتم نعلم مدى جنون ذلك، فهو على بعد 3 سنوات من الحرية، والحجر سيمنحه عقودا من المتعة. تنظر ليلي للبلورة المتوهجة بيده وتسأله بفضول عما إذا كانت لذيذ الطعم. يرد ليم فورا بأنه غير صالح لك، حذرها بصصرمة من أنها استمر بشدة. حاولت مجرد تذوق هذا الشيء.
جاد ليلي كائلة إنه حاول بالفعل أكله بس منذ قليل وتطوي ذراعيها بتحدي طفولي مضحك ومستفز. هم لين بالرد عليها، ولكن قبل أن يكمل جملته يختفي حجر الروح الغامض فجأة من بين يديه، مصدوما يحدق في الفراغ حيث استقرت تلك المعجزة مسبقا. تلك الجوهرة الخارقة كان من الممكن أن تساوي مليون دولار في المزاد لو قرر بيعها. ليس لدى ليم أي فكرة عن سبب اختفاء المريب. يلقى نظر للأسفل ويلاحظ شيئا غريبا للغاية، ساعته لم تعد ننبض، لقد توقفت العقارب تماما. أدركس المصدوم إنها تعمى وسط طاقة سحرية خارجية غامضة. هذا يعني أن طاقة حجر الروح لا تزال نشطة، ولكن تم إعادة توجيهها. فجأة يتغير العالم حولهم لنتفقد العالم الخارجي معا. نعود من المتاهة إلى الواقع. في الأخبار يناقش المراسلون أن النقابات الأربع الكبرى التي اتحدت لتدمير تلك البوابة الكارثية لقد مرت 10 أيام ولم يعودوا بعد. يشتبه الخبراء المرعوبون في أنهم قد ماتوا بالفعل داخلها. يقف بيك بهدوء تم قرب البوابة وعينها تفيضان بالقلق الشديد. يقترب عمها ويدلي بتعليق عابر حول رؤيتها في هذا المكان مجددا، يطمئنها بالثقة أن فريق أبيض أبيض الثاني سيعود بالتأكيد برفقة الفريق السابع بكامل سلامتهم. يطلب منها ألا تكلو أكثر من اللازم إنه بانج القائد المخضرم للفريق الثاني في هذه المهمة. ترد بيك مشيرة إلى أن النقابات الأخرى تخلت بالفعل عن فكرة مهمة الإنقاذ تماما. تعترف بأنها تثق تماما بقدرة الفريق الثاني على مسح زنزانة من الرتب 1000، لكنها توسل البانج ليتوخى الحذر. يبتسم بانج ويعدها بأنه يمكن الاعتماد عليهم دائما بلا شك. يتجمع الفريق الثاني أمام البوابة المرعبة. يعطي بانج إشارة الانطلاق، ولكن بمجرد أن يستعدوا لاقتحام المكان تبدأ البوابة في الغميض والاهتزاز بشكل غريب جدا. هناك شيء كارثي يحدث. يصرخ بانج بأعلى صوت للجميع لاستعداد المعركة. ثم المفاجأة العالم أجمع. يخرج الفريق السابع من الداخل سالمة. يقف لين في المقدمة بشموخ ليحدق لبانج في هالمشهد بذهول تام. يشهق بيك بقوة ثم تركض للقية بنفسها بين ذراعي ليم. يوقف الكيان المدمر متجمدة ومرتبكة ويسألها ببرود عن سبب تصرفها العاطفي هذا. يذكرها بهدوء أن هناك طفلا يحمله على ظهره ويطلب منها الابتعاد فورا. تتجاهل بيك تماما وتسأله بلهفة عن سبب كل هذا التأخير المخيف. يجيب لين بهدوء غامض ومخيف موضح ان هناك بضع الظروف غير متوقعة حدثت وليس من المناسب ابدا مناقشتها هنا عنه. يطلب منها مجددا ان تتركه شأنه لكنها ترفض بوضوح. تتشبث به بقوة اكبر معترفة امام الجميع بانها كانت القى عليه بشكل لا يوصف. يطلق ليم تنهيدة متعبة انه يشعر بالاستنزاف التام. كل ما يريد هذا الكيان المرعب الان هو العودة لمنزله والراحة. بفضل تدخل في السابع من البيت الابيض. عاد جميع الخارقين من كل النقابات الى منازلهم بامان تام بفضل قوته. مع ذلك تؤكد المعلومات الجديدة أن البوابة كانت أخطر بكثير مما قدرته الحكومة في البداية. يشير السائق إلى أن البلاد بأكملها تضج بأفعال ليم وتتقبه بالبطل القومي. وماذا كنا نتوقع بالنسبة لليم؟ كل هذا الاهتمام ليس سوى صداع إضافي ومزعج لهذا الكيان الصامت. يسأل ليم ببساطة عما إذا أمطرت أثناء وجوده في الزنزانة. السائق يطمئنه بسرعة عشان السماء كانت صافية تماما، لا توجد غيمة واحدة. السائس يفترض أن ليم يسأل بسبب قزح الغريب الذي ظهر بالأربعة أيام. لكن ليم هذا الكائن المرعب يفهم فورا هذا ليس طبيعي، إنها علامة التحذير للكارثة العظيمة الأولى، وهو يعرف تماما ما سيحدث تاليا. ألوان قوس قزح تختفي ببطء شديد لون تلو الآخر. عندما يختفي اللون الأخير ستبدأ الكارثة الأولى. ليلة الأشهر السبعة بوابات ستفتح في كل مكان وأمواج لا حصر لها من الوحوش ستجتاح هذا العالم الضعيف. في الماضي نجا ليم بالاختباء فقط، لكن الآن هذا الوحش البشري غير كل القواعد تماما. كارثة النار تقف بجانبهم الآن، وليم أصبح كان يمتلك قوة مرعبة تفوق أي وقت مضى. ساعته المليئة أمانة. حق الروح يمكنها التحول لقفاز حديدي مدمر. لكن دعنا نعود بالزمن أنا وأنت لنرى ما حدث في وقت سابق من ذلك اليوم. ليلي تختار ملابسها وتتذمر بوضوح من أن خصر الفستان يبدو ضيقا جدا عليها. تمززح بأنها تخطط لتناول الكثير من الطعام، لذا ينصحها لين بارتداء ملابس فضفاضة. لكن ليلي ترفض فورا موضحة أنها لا تحب هذا الأسلوب. يهز الليم كتفيه متسائلا عما توقع منه أن يفعل حقا. منحتها جي دبليو الفستان بعد اكتشافها أنها لا تملك ملابس سهرس من الوقاحة حقا عدم ارتداء ولو لمرة واحدة على الأقل. أخيرا صح ليم بلمش بالفستان، وإذا أصبح مزعجا يمكنها تغييره لاحقا. تبتسم ليلي وتمدح هذه الفكرة البسيطة. وصفت ليم هذا الكائن المرعب بأنه عبقري. في تلك الليلة وبعد العودة بسلام من الزنزانة أقيم احتفال كبير في البيت الأبيض. تشانجو يرحب بالأبطال عند الباب ويلغي بزراعية حول ليم، معلنا بصوت عال إنه كان يعلم دائما أن ليم سيعود حيا. بيجامل ليلي مشيرة أن الفستان يناسبها تماما. تبتسم ليلي بلطف وتعبر عن شكرها للهدية. يلاحظ بيك إن صوت ليلي يتحسن يوما بعد يوم. جينانج يستمع لذلك ويدعو ليلي لتناول العشاء معه في وقت ما. يلاحظ بيك هذه اللفتة ويجدها مؤثرة. في النهاية يغادر جين وليلي الحفلة معه، بينما يراقب لئيم كيف يبدو الجميع سعداء في شكل حقيقي ومذهل. إنه شعور دافئ لم يختبره هذا الكيان المرعب أبدا في نقابة بلاك هاوند.
بينما يستمتع لابوقتا اقترب منه تشانجو حاملا مشروبا ثم يسأله بفضول عن أهدافه المستقبلية. ليم لا يفهم في البداية، لذا يوضح رئيس نقاب الثمى القليلة أنه فضولي بشأن ما يحلم به الشباب العاديون في هذه الأيام. كيك ليم يجيب مصدق تام، يريد التقاعد العيش براحة جمع الكاف لبناء قصر بمساحة 9 ملايين و990 ألف و900 متر ودعوة الأصدقاء لفعل ما يشاء. جينانج وونغ وين يصدمون من جرأة حلمة البسيط، بيك يصفه بأنه هدف جميل ومختلف تماما. يوافق وونغ مضيفا أن الحياة السلمية تبدو رائعة، لكن تشانغو يضغط أكث متسائلا عما إذا كان ليم لا يزال يرغب في زيادة قواته. كاد أن يعرض تدريبه شخصيا، لكن باياك تدخل بسرعة مغيرة الموضوع. ليم خطط يوما ما تجنب الكوارث المستقبلية تماما، لكن الآن مع القوة المدمرة التي اكتسبها والرفاق الموثوقين الذين يقفون بجانبه، انه يعلم انه يجب ان يجد طريقه مرعبه لاستغلال هذه الكوارث في صالحه. لاحقه ياخذ الفريق اجازه قصيره في المنطقه المحرمه الغامضه بالوقوف بجوار بحيره صافيه تماما. يلاحظ تشانجو مدى جمالها ويقفز في الماء بفرح شديد وحماس، يصرخ بأن الطبيعة ترفع معنوياتي دائما. ليم ينادي الآخرين مشجعا إياهم أن على أخذ إجازة طوال الأسبوع لاستمتاع بوقائتهم في هذا المكان الهادئ. ثم تناد بيك التي تطلب منه مساعدتها في حك ظهرها وتتذمر بوضوح من أنها لا تستطيع الوصول إليه في نفسها أبدا. بزح ليم نصحا إياها بممارسة تمارين التمدد ويوضح ذلك بالوصول إلى ظهره بسهولة تامة أمامها. تعبس بيك وتتوسل إليه أن يوافق فقط. بدلا من ذلك يشير ليم نحو وونغو سوريروتاك مقترحا عليها أن تطلب من أحدهما المساعدة الآن. تلتفت بيك نحو سورير روتاك وتلاحظ أنها لم تلقي التحية عليه بشكل لائق بعد، ثم تسأله بفضول عن هويته. سوري روتاك المصدوم من الاهتمام يندفع بسرعة ويقدم نفسه باسم كيم مين المعروف أيضا باسم الفاصوليا الحمراء سوري روتاك. تذكر بتوتر أنها تستطيع مناداته بذلك أيضا. تضحك بيك وتجيبه بأنه من اللطيف مقابلته، لكنهما ليس قريبين بما يكفي لاستخدام الألقاب المضحكة بعد. مزحه لين بأنه إذا قال كم شيئا كهذا مرة أخرى سيعيد تسميته بفطيرة دم المخفوقة. ثم يصرخ هذا الكيان نحو تشانجو متسائل عما إذا كان يريد التسابق عبر هذه البحيرة. يضحك تشانجو ويوافق على أن الأمر يبدو ممتعا، ويقرران أن من يصل إلى الجانب الآخر أولا سيكون هو الفائز. يرميان حجرا وبمجرد ملامسة للماء غصان معا. تشانجو ياخذ الصدارة فورا. ليم الذي يخفي قوته المدمرة يدرك أن تشانجو بصفته بطلا خارج من الفئة الأولى سريع بشكل لا يصدق. بفضله يتوقع لمصيدة الضخمة اليوم، بينما يسبحان لمسافة أبعد يتوقف تشانجو فجأة في مكانه. شيء ما يزعجه أخطبوط عملاق يرتفع من الأعماق المظلم. غاض بصرخ تشانجو مطالبة بمعرفة كيف يجرؤ هالوحش التدخل. يندفع نحو الوحش ووجه ضربة ساحقة. يترنح الأخطبوط المذهول، لكن تشانجو يواصل توجيه ضربته القوية دون أي توقف أو رحمة. كليم يراقب بدهشة صامتة. تشانجو يقاتل بيديه العارتين فقط، والمذهل أن هذا الهجوم ينجح تماما. ليم يهنئ نفسه بصمت على إحضاره معه، وبضع ضربات أخرى فقط يهزم الأخطبوط العملاق شر هزيمة. يتفقد ليم حالة تشانجو وما صديقه بارتياح لأن لم يصب أذى كم هذا ساذج. كحذر من أن المنطقة المحظورة مليئة بالمفاجآت القاتلة، وأشار إلى أنهم ابتعدوا كثيرا عن مجموعتهم، لكن ليم لا يهتم. اقترح العودة بأخطبوطهم إلى المختبر. وافق ليم، لكنه ذكر بهدوء مرعب أنه يريد استكشاف قاع هذه البحيرة المظلم قليل أولا، مجرد نزهة بالنسبة له. نادى تشانجو وذكره بالعودة لتناول الغداء. غاص ليم في الأعماق الساحقة ودرعه مرفوع ببساطة. أعتقد أن المكان آمن ولن تظهر وحوش. لا تذكر كيف مات وحش الكرين المسكين لمجرد أنه أزعج وقت مرحد الكيان المرعب. لكن تهديدا أعظم ربما يتربص في الأسفل. لا يملك ليم أي فكرة عن العمق المطلوب، لكنه واثق تماما من وجود كنز ثمين في مع نزول هذا الوحش البشري ظهرت وحش أخضر أخفت. لقد وجد أخيرا ما كان يبحث عنه. راضي يفكر في العودة لاحقا من معلي آلي للاستكشاف، لكن شيء مدوري فجأة بدأ يشعر بقوة هائلة تسحبه بعنف نحو الأسفل. فجأة تشقق ذراعه وتحطم تماما. حاول السباحة بعيدا، لكن تلك القوة الغامضة كانت ساحقة. تصاعد الذعر في صدره. هذا سيء، لقد وعد للتتو بالعودة. وفي هذه الأثناء كان جانج وليلي يجلسان معا على الشاطئ. قدم لها جانج مشروبة وطلب منها الاستمتاع قبل عودة ليم. دعنا نرى ما يحدث. وجد ليم نفسه داخل كهف غامض. مع استعادته لوعيه سمع صوت خافتة تهمس براعب بأنه قد استيقظ أخيرا. تساءلت تلك المخلوقات الصغيرة بوجوه قلقة عما يجب فعله به وما إذا كان شيء مرعب قادم. أدرك ليم المترنح أنه مؤيد، لكنه مزق تلك الحبال بسهولة مرعبة وبجهد لا يذكر. تراجعت المخلوقات برعبة تام ظن أن هذا الكيان سيؤذيها، لكن ليم طمنهم بسرعة وهدوء مؤكد أنه لا ينوي إيذائهم. تعرف عليها إنها النون، نوع من الجنيات طيبة القلب من قارة الحنين. تذكر ليم عمله هناك كمرشد، وتذكر إن هذه الجنيات تعيش عادة قرب المياه الصافية ونادرة ما ترى في مكان آخر. فجأة النون بأن ليم يعرفها تماما بدأت تستجوبه بسرعة فائقة وتسأله عما إذا كان قد زار الحنين وما إذا كان يتحدث لغتها. طلب منهم ليم المربى قليلا أن يتحدثوا بالدور، وحاول فهم سبب وجودهم الغريب في هذه البحيرة. أوضحت النون أنها عاشت بسلام في البحيرة حتى نقلتها ظاهرة مكانية غريبة إلى بعد آخر تماما.
وصفت كيف بدأت الوحوش المرعبة تقاتل وتتلتهم بعضها، وكيف ذبحت وحوش الأخطبوط الكثير من بني جونيسب وحشية. أدرك ليم أنهم يتحدون عن الكراكن، ذلك المخلوق ذي الضعيف الذي سحقه هو مؤخرا. كشفت النون أن غياب الضوء الشمس والتهديد المستمر للحيوانات المفترسة تركهم في حالة ضعف ويأس شديد. أخبرهم ليم ببرود أن الأخطبوط إدمت الآن ويمكنهم العودة بأمان تام إلى السطح. كانت النون متشكة فاختبرت كيف لمس يد بذيلها، وعندما توهج باللون الأخضر مؤكدا صدق هذا الكائن انفجرت في احتفال بهيج. لكن لمنزع من حماسهم الصاخب وأمرهم بهدوء مرعب أن يهدأوا فورا. وافق على مساعدتهم في العودة وأعلنوا بلهفة شديدة أنهم أصبحوا أصدقاء لهذا الوحش البشري. بدأ ليم يفكر بسخرية في تحويل البحيرة بأكملها إلى منتزه ثلجي وتساءل عن مقدار المال الهائل الذي سيجنيه. لكن فجأة حذرتنه من التقدم خطوة أخرى، هناك فخ مميت ينتظره في الأمام. فضل تحذيرهم تجنب ليم فخ ببساطة، وأدرك أن النقل في هذه المنطقة بمفرده كان سيكون أكثر خطورة بكثير.